اهلا وسهلا معاكم اخوكم محمد الشهاوي في بودكاست كرة كاست مع اخويا وحبيبي ويعني من زمن الزمن صديق الصدوق تامر الخولي. ان شاء الله هنقدم لكم بودكاست يعجبكم ان شاء الله في مواضيع يعني باذن الله يعني هنكون نتكلم عن الكرة المصرية والكرة الافريقية والكرة العالمية مع كل الاخبار وكل حاجة. باذن الله البودكاست ده هيكون الاول مش الاخير ان شاء الله، وباذن الله هينول يعني اعجاب كل اللي هيشوفه باذن الله. اهلا بيك يا دكتور محمد. ازيك يا اهلا تامر؟ بيك ايه اهلا الاخبار بيك حبيبي؟ ايه اهلا بيك الاخبار؟ الحمد لله تمام. الحمد لله الحمد الحمد لله. لله. ايه اخبار الكوره كده؟ والله انت عارف ان الكوره ديت هي المنفس الوحيد تمام، ده كلام لينا، سليم. بعيدا عن الشغل وضغط الشغل وضغط الحياه بشكل عام يعني. كلام سليم كلام سليم. فملناش منفس غيره يعني. هي اللعبة اللي بيتجمع حواليها كل أفراد الأسرة ده من حقيقي. الجد للحفيد. كل الناس حتى دلوقتي كمان في الزمن ده في كتير من البنات والستات الكبيرة بتتفرج على الكورة وبتشجع زي حقيقي حقيقي، دي تجربه او دي حاجه ما كانتش موجوده زمان. كلام دايما صحيح. تلاقي ان الستات لا انا مش ماتش الكوره، لا اقلب وهات المسلسل. لكن دلوقتي لا، في بنات وفي شابات في سن العشرينات بيحبوا الكوره ومتابعين كوره، ويمكن احسن مني ومنك يعني. ده كمان حاجة دلوقتي بقت موجودة، ظاهرة المشجعات اللي موجودين في الدرجة الثالثة يمين والدرجة الثالثة شمال. حقيقي يعني حقيقي قوة التشجيع دول أقوى مشجعين، حقيقي بقى وهم بيبقوا بيحصل. موجودين وبيطلعوا ترحال والحاجات دي. وبيطلعوا مع النادي وراه في اي مكان كمان. ده كلام سليم، ده مظبوط كلام سليم. مظبوط. ده كلام سليم. عايزين نعرف دلوقتي ايه اللي حصل للأهلي الفترة ديت. كان المفروض ان الأهلي بالصفقات اللي هو عاملها والسكواد، ان الناس كلها كانت متوقعة ان هو هيعمل أعلى النتائج. وبدأ الموسم كان كأس العالم للأندية التجربة فيه ما كانتش كويسة، الناس التمست العذر قالت أصل ده بطولة كبيرة وأندية من نوع مختلف وكده. بقى قبل ما الدوري يبدأ الناس كلها قالت الدوري محسوم للأهلي من أول جولة، وإن المنافسين ما يفكروش ينافسوا الأهلي وكده. مم. بدأ الدوري اتفاجئنا بالعكس خالص. إيه السبب؟ والله انا شايف ان الصفقات بتاعه النادي الاهلي آه، مش هنقدر نقول ان كلها فيها مشاكل، لكن المشكله اللي انا بلخصها في كلمه واحده هي التناغم. انت ايا كان المدير الفني اللي انت هتجيبه، انت جايب له صفقات جديده، مش هنقول انها صفقات سوبر لكن صفقات كويسه جدا ومحترمه جدا. لكن التناغم ما بين كل الناس اللي جايه جديد ديت مفيش حد عارف يعمله الى الان، من صح اول عماد صح النحاس. صح. مش عارف يحط الناس ديت ازاي ويشكلها ازاي ويلعب بيها ازاي. فدي كانت مشكله النادي وما زالت مشكله النادي الاهلي الى الان. صح كلام تناغم ما سليم. بين، انا عندي وينجات في النادي الاهلي تقريبا 6. طب ده مظبوط. هلعب مين واقعد مين؟ طب مين اللي هيلعب مع مين دايما؟ ولما غير مين اللي هينزل مكان مين؟ دي مشكله بتواجه اي مدير فني دلوقتي هيمسك النادي الاهلي، اذا كان موجود او هيجي بعد كده. طب انا هقول لك حاجه، انا شايف بقى من وجهه نظري اللي كبر المشكله اكتر تاخر اداره الاهلي في ان هي تاخد شويه قرارات كانت ممكن تقلل من حجم المعاناه اللي موجود دلوقتي. بمعنى ان الاهلي لما لعب قدام الترجي نهائي بطوله افريقيا اللي رامي ربيعه جاب فيه الجون في الدقيقه الاولى، بان ان كولر خلاص يعني بلغه الكره بيشطب مع الاهلي. مظبوط. تناه يدافع من اول الدقيقه الاولى لحد الدقيقه 90. كان ممكن الترجي يرجع في النتيجه اكتر من مره ويتعادل، وساعتها الاهلي كان هيخسر بطوله على يعني على اقل الاسباب. مهم. الاداره ما خدتش جرس الخطر ده بمحل اهتمام وسابت كولر، وكان واضح ان هو علاقته بالاداره واللعيبه انها كانت جابت اخرها. وبدل ما تدور على مدرب جديد يحط نظام جديد عشان الاستعداد لكاس العالم للانديه، بدأ بعدها الاهلي خسر السوبر الافريقي قدام الزمالك، ادى قبلة الحياه للزمالك، كسب السوبر المصري بالبلانتات مع ان في فرق كبير في الكواليتي ما بين لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك. وتنى ماشي الموضوع، خسر قدام باتشوكا فرصه مش هتتكرر مهم. تاني في تاريخ في كاس الاهلي. العالم. لحد ما وصل ان هو نفس السيناريو اللي حصل قدام الترجي حصل بعدها بسنه قدام سان داونز، ان الاهلي متقدم ودخل فيه جون في اخر دقايق وخسروا بطوله افريقيا وطلع منها بشكل لحد دلوقتي عامل اثر نفسي مش كويس عند الجماهير. ده ممكن سبب من الاسباب. حاجه برضو انت كنت اتكلمت فيها اللي هو السكواد عايزين نمسكه بتاع الاهلي. الصفقات الجديده واحد واحد لان الجمهور كله كان مستني منه نتائج كبيره جدا، والنتائج لحد دلوقتي ما جابتش يعني اي مردود يتلائم مع الفلوس اللي هي اندفعت فيه. وناخد مثلا بدايتها تريزيجيه، ايه رايك في تمام. التعاقد معاه؟ بص، هو انا ما عنديش مشكله شخصيه مع تريزيجيه. تريزيجيه لعيب كبير، تمام، كلام مظبوط. ويفيد اي مكان هو فيه. لكن انا يمكن مشكلتي هي في المينتاليتي، الكلمه اللي اتقالت زمان وما زلنا بنكررها لحد الان.
تريزيجيه جاي مع احترامي الكامل لتريزيجيه، جاي نجم، والاهلي ما بيعملش الكلام ده. احنا كلنا بنشتغل لمصلحه النادي. الكيان. ما تبقاش انت عايز تبقى انت اللي تعمل الاوت، وعايز انت اللي تشوط البلانتي، وعايز انت اللي ترفع الكورنر. مفيش حد بيعمل كده، طب مفيش لعيب في الدنيا بيعمل كده. طب انا عايز اسالك سؤال بخصوص الموضوع ده. هل انت كنت في الاول شايف ان التعاقد مع تريزيجيه غلط من الاساس، ولا حسيت ان الغلط ده هيحصل من بعد البلانتي، موضوع قصه البلانتي في ماتش انتر ميامي؟ والله من البدايه انا كنت رافض. يعني انا لو بتسالني عن رايي انا الشخصي، لا انا ما اجيبش تريزيجيه. كان تامر كتامر مش اه مش مفضل التعاقد مع كراجل تريزيجيه؟ مشجع، انا راجل مشجع يهمني مصلحه النادي. انا يمكن اكون شايف الصوره بدري شويه، انا عارف ان ده ممكن يحصل. احنا عندنا امثله كتير لقصه زي دي، ان انت بتبقى جاي فاكر ان انت رقم واحد. مفيش حد رقم واحد غير الاهلي. انت مهما حاولت ان انت تبقى رقم واحد ده مش هيحصل، هيأثر عليك وهيأثر على مردودك للنادي وهيأثر على الجمهور بعد كده. وده اللي حصل مع تريزيجيه. تريزيجيه لعيب كبير تمام، يحترم، قيمة طبعا، لكن تفكيره ان انا جاي انا رقم واحد في النادي، ده اللي اثر عليه، وده اللي خلاه بعد ما ضربة الجزاء تضيع، انت شفت وعارف طبعا نفسيا بدأ يقع. نفسيا وقع جدا جدا، مش بدنيا. لا هو تريزيجيه بدنيا ممتاز، لكن صح. نفسيا بدأ يقع. الجمهور كان حد في الهجوم عليه، والجمهور عنده حق. وللاسف جمهور الاهلي ما بيرحمش، جمهور شرس، ما بيرحمش. ده حقيقي. انت النهارده كويس هنشيد بيك ونقول لك انك كويس، الماتش اللي بعديه الاسبوع الجاي انت وحش، الجمهور هيطلع يقول انت وحش. والصراحه انا شايف ده سر قوه الاهلي، دي جمهور حقيقة. الاهلي. دي حقيقة. ما بي يعني مش هقولها لك باسلوب تاني، لكن هو الاهلي او جمهور الاهلي الكويس بنقول له انت كويس، شيله في دماغنا. انت وحش هنقول لك في وشك انت وحش. كلام مظبوط، ما تزعلش، كلام لان مظبوط. انت هنا طول عمر مع الأهلي جمهور كده الاهلي فعلا، وجمهور الاهلي كده اه فعلا. الصفقه الثانيه اللي كان الناس بتتكلم عنها طبعا، يعني ده صفقه مميزه جدا. اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي الاهلي اتعاقد معاه في نفس الوقت اللي هو كان اتعاقد مع تريزيجيه، بس اشرف بن شرقي جه قبله ب6 شهور. مم. شايف من ساعه تعاقد الاهلي مع اشرف بن شرقي قدم نفس المردود اللي جمهور الكره المصريه عارفه من ساعه ما كان اشرف بن شرقي بيلعب في الزمالك، وقبل كده لما كان بيلعب في الوداد المغربي؟ والله يا محمد بص، هو البيك بتاع اشرف بن شرقي بصراحة كان مع الزمالك. ده البيك بتاع اشرف بن شرقي، حتى قبل ما يجي الزمالك ما كانش بالمستوى بالليفل ده. كلام مظبوط، تمام. كلام مظبوط. بعد ما طلع من الزمالك انت جايبه على اعتبار ما سيكون، وللاسف الفتره اللي موجود فيها اشرف بن شرقي مع احترامنا كامل ليه لم يؤدي مردوده. اشرف بن شرقي الى النهارده، احنا النهارده بنتكلم في يوم 2/11 تقريبا، اشرف بن شرقي ما عملش اللي مطلوب منه. انا مش عايز لعيب طول الماتش يعمل لي كوره او يعمل لي فاول، لا مش عايز كده، انا عايز مردود، وخصوصا ان انت وينج فليك ادوار مركبه هم اهم ناس كوينج. في اي فريق في بالظبط. العالم. لكن يعني انا شايف بصراحه، يمكن الناس تختلف او تتفق معايا، ان انا بقيت بشوف اشرف بن شرقي بقى تقيل، في سنه بطء شويه. معرفش انت مظبوط، شفت ده ولا لا، في ماتشات مظبوط. كتير، مش ماتش واثنين وثلاثه، في ماتشات كتير فمظبوط. في تقل وفي بطء. مش تقل على الكوره، لا تقل بدنيا حركيا. بس هي دي تسمح المشكله. لي اضيف حاجه بقى بخصوص اشرف بن شرقي؟ انا من وجهه نظري هو لعيب موهبه جامده جدا. انا شفته قبل كده في الملعب كذا مره، لما كان بيلعب في الزمالك في ماتشات الاهلي كان قوي جدا، ومنهم اهم ماتش اللي هو اخر ماتش ليه مع الزمالك في نهائي كاس مصر. تمام. كان لعيب يعني تقول زي ميسي في الملعب. مم. الفكره في الفرق ما بين مستوى اشرف بن شرقي مع الزمالك ومستوى اشرف بن شرقي مع الاهلي، ان الاهلي كفرقه طول عمره فريق ملتزم، بمعنى ان ال11 لعيب بيهاجموا وال11 لعيب بيدافعوا. اشرف بن شرقي لعيب عايز مساحات، مش عايز يتأيد بواجبات دفاعيه يليق عليه لعب الزمالك. انا مش بهاجم، مش بقول ان الاهلي مثلا ده فريق ايطالي ولا الزمالك فريق، لا الاثنين فرق بطولات. بس الزمالك بينزل الماتش ما بيبقاش عنده حته الاهتمام بالدفاع، حته ان هو مش حته كره جماليه، حته ان هم مش مركبين الادوار مع بعض. لكن الاهلي الموضوع مختلف. الاهلي عايز الوينج بتاعه زي ما يكون هداف لازم أن يكون بيدافع، لازم أن بيكون ملتزم بكل الادوار اللي بيطلبها منه المدرب. والدليل ان محمد بركات واحد من احسن اللعيبه في تاريخ الكره المصريه كان بيلعب كتير مع الاهلي باك يمين. اشرف بن شرقي ما عندوش الحته ديت. انت فعلا كلامك صح، هو كان مع الزمالك متالق، تحس ان هو نسخه تانية مع الاهلي. انا عايز اقول بس كلمه في نهايه موضوع اشرف بن شرقي ده. انا ما خدتوش من الزمالك بعد 3 سنين كان قاعد فيهم، لا ده انا خدته وهو متالق. طب سبب الداون جريد اللي حصل لاشرف بن شرقي ده لا يسال عنه الا اشرف بن شرقي.
لا انا مظبوط. ولا انت مظبوط. نقدر نقيم. اشرف بن شرقي بيتمرن بيتمرن، بيلعب بياخد وقت في الملعب، احيانا بيبقى دكه، احيانا بينزل اساسي زيه زي غيره. الروتيشن الفترة اللي الأخيرة بيحصل، بيلعب كتير جدا. والروتيشن بيحصل في اي نادي في العالم. اذا انت مش قاعد مثلا عشان اقول لك انزل دلوقتي فانت مستواك قليل، لا، هو في حاجه لا يسال عنها الا اشرف بن شرقي. ايه هي؟ محدش يعرف. التقل والبطء وعدم الاهتمام. يعني مش عايز اقول كلمه ده، لكن هو عدم اهتمام بصراحه. دي مشكله. وزي ما انت بتقول ان الاهلي لازم يكون كل اللعيبه ادوارها مركبه. يا راجل حارس المرمى ليه ادوار لا، مركبه. أدوار مركبة، صح. فانت راجل وينج، ما ينفعش يبقى انت وينج مستني بعد نص الملعب عشان اجيب لك هو الكوره. عايز كده فعلا. دي مشكله. دي مشكله. يعني يمكن اللي بيميز تريزيجيه شويه سن عن اشرف بن شرقي في حته الوينج، ان محمود حسن تريزيجيه بتلاقيه بيرجع يدافع. الورك ريت بتاعه قوي جدا. بالظبط، صح، بيرجع صح، يدافع صح. ويطلع يهاجم، صح. وتلاقيه في نص الملعب، ولو في حصل شيفتنج ما بين الوينج ده والوينج ده بتلاقيه الناحيه الثانيه. كلام مظبوط. تمام. كلام مظبوط. لكن كافيكاسي لا، هو برضه محتاج ان هو يركز شويه على الجون. ده مهمه الوينج الاساسيه. كلام انت ليك مظبوط. رول اساسيه. انا بعمل ايه؟ انا بدخل على الجون، انا تارجت للجون. تمام. فانت مجهودك الدفاعي مطلوب منك. هو الاهلي كده، الاهلي عنيف في الحته دي. اذا كنت مهاجم او مدافع او انت لازم ترجع، لازم تكمل مع زمايلك. لكن دورك الاساسي ان انا اركز على المرمى. صح. فانت صح. عندك كلام اللعيبه سليم. قدام مهاريه، مش هنكر اشرف بن شرقي لعيب حريف جدا جدا كلام جدا. سليم. كلام سليم. لكن تاثيره على الجون ايه بقى في الفتره اللي فاتت دي صح. كلها؟ كلام مظبوط. ما شفناش. كلام ففيها مشكله محتاج يسال عنها اشرف بن شرقي. ممكن يبقى نجيبه بودكاست نساله. ان شاء الله. بص يا محمد، انا اتكلمت على اشرف، اتكلمت على تريزيجيه، خلينا ناخد الناحيه الثانيه. احمد سيد زيزو، ويمكن انت متابع اكتر مني في الحته دي، فعايز اسالك احمد سيد زيزو انت شفت ايه من اول اعلان الصفقه لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ ايه المردود اللي اداهوني احمد سيد زيزو؟ هل هو طلع من الخلافات اللي كان عايش فيها مع الجماهير ومع طب مجهوده في الملعب؟ فانا عايز اسمع منك شويه عن زيزو. هو بالنسبة لزيزو، أنا لما كنت بشوفه مع الزمالك كنت بشوف إن جمهور الزمالك عامل عليه هالة جامدة من الإعلام. هو لعيب كويس ما يقارنش بالأساطير، يقارن مثلا بحسين الشحات أو كده. لما الأهلي جابه أنا الصراحة كنت شايف إن هي فرصة للأهلي كويسة. لعيب نجم في الدوري المصري بقى ليه دور مع منتخب مصر، وجه في الآخر إن بقى انتقال حر، فالأهلي لازما كان يركز إن هو كان عايز يجيبه. يعني دي فرصة كويسة جدا للأهلي، خصوصا إن هو ما كانش هيكلف الأهلي مبلغ في التعاقد. لما الأهلي جابه كان مستني منه، الجمهور كان مستني منه نفس المستوى اللي كان بيقدمه مع الزمالك. زيزو لعيب ممتاز جدا، ولما بيلعب وينج بيبقى قوي جدا. هو كان مع الزمالك بيعمل اسيستات وكان بيشوط، ولما بيلتزم بحتة ان هو يلعب وينج. لكن انا شايف الصراحة ان في ظلم اتعمل ضده من ساعة ما جه الاهلي. مش حتة حد ظلمه، حتة ان كان في مدرب ريبيرو لعبه في دور مش مركزه خالص. في لعيب بيقدر يتطوع يلعب في اكتر من مركز زي امام عاشور، لكن زيزو ما يعرفش يلعب غير وينج يمين. وهو عدلة رجله كده، هو نظامه كده من ساعة ما بدأ يلعب كورة. لما دخل بقى في وسط الملعب بأربعة مش عارف يلعب الدور، ظهر بالمستوى اللي خلى ناس تقول هو زيزو فين، وفين اللي اتدفع فيه 100 مليون، واللي يقول ده اتدفع فيه مليار والكلام ده كله. انا شايف ان زيزو لحد دلوقتي النسخة بتاعته هيبقى فيه احسن من كده لو المدرب اللي هو موجود دلوقتي طور من ادائه وخلاه يلعب بس في مركزه. نتمنى ان ده يحصل في الفترة الجاية. بالنسبة لصفقة زيزو انا مش مقيمها فني، لعيب زي ده انا مقيمه من حاجات تانية. ان هو بقى مثلا صفقة تساوي في الفرقعة الإعلامية واللي عمله على السوشيال ميديا، حاجة قريبة كده من انتقال رضا عبد العال من الزمالك للأهلي. من أيامها ما شفناش لعيب جه من الزمالك راح الأهلي عامل نفس الراودة. الأهلي كسب كتير جدا من تقديمه على السوشيال ميديا. حصل تفاعل، أكتر تفاعل في تاريخ الشرق الأوسط لتقديم لاعب. يعني مثلا ممكن اللي عداه بس كريستيانو لما جه الدوري السعودي. الجماهير كلها كانت بتتكلم حتى في الدول العربية الإعلان ده. فممكن الأهلي كان باصص للموضوع ده من حتة تسويقية قوية، إن هو يبعت رسالة إن هو يقدر يجيب أي نجم دلوقتي، خصوصا إن ده كان لعيب كان معروض عليه 5 مليون دولار من الدوري السعودي. تاني حاجة إن الأهلي عارف إن زيزو عنده حاجة كويسة اللي هي الاستمرارية في الأداء.
زيزو كان اللي بيميزه اخر 5 سنين ان هو بيلعب من اول الموسم لاخر الموسم، عنده ثبات في المستوى. ممكن لو المدرب اداله التوظيف الصح وثقته في نفسه، يعني علت اكتر واكتر، وهو مم. لعيب عنده ثقه في نفسه، ان يجي منه نتائج محدش يتوقعها الفتره طب الجايه. انت، هسألك سؤال. اتفضل. انت لو المدير الفني للنادي الاهلي وعارف كواليتي زيزو وعارف انه بدنيا ما شاء الله ممتاز، تمام. هتلعب زيزو وينج ولا هتلعبه 8 ولا هتلعبه 6؟ لا حلا. باللي انت شفته، انت شفت زيزو مع الاهلي وشفته مع الزمالك، كلام سليم. وانت ليك حريه الاختيار، هتختار زيزو في انهي مكان؟ على حلو. فكره زيزو لعب في ال3 اماكن كان ولعب باك مظبوط، رايت. مظبوط. بس احنا هنبعد شويه عن حتى الباك رايت رغم ان انا بحبها لزيزو يعني. مظبوط. لكن انت في المكان ده هتختار فين؟ هتحط زيزو ازاي؟ هلعبه وينج يمين، مش هخليه يلعب في مكان تاني في الملعب غير الوينج يمين، لان هو قوي جدا فيها. في كذا نوع للاعبي الوينج. في وينج بيبقى مثلا زي ميسي، بس ده قليل يجي في التاريخ. وفي وينج بيبقى ملتزم على الخط وبيعمل اسيستات للمهاجم، رفعات او يديله ثرو، او ساعات هو يشوط. زيزو من النوعيه دي، النوعيه دي مطلوبه، والاهلي طول عمره لعبه مباشر وسريع. هو لعيب لايق جدا على الاهلي. مشكلته ان هو جه الاهلي في اوضاع غير طبيعيه شويه. ولسه قايل لك ان احنا عندنا الوينجات ما اكثرهم، يعني ما عندنا اكترهم وينجات كتير جدا، في ودي مشكله. كلام سليم. في ماتشات هتبقى محتاج زيزو، وفي ماتشات تانية هتبقى محتاج لاعب زي حسين الشحات. الاهلي قدر ينوع في الكواليتي بتاعت الوينجات بتاعته، ودي حاجه كويسه. وانا ضد خروج حسين الشحات. حسين صحيح. الشحات وزيزو هما الاثنين وجودهم هيفيد الاهلي جدا في الفتره الجايه ان شاء الله. انا بس عندي طلب من اداره الاهلي، لو يسمعونا يعني. الوينجات اللي عندنا ما نقدرش نتكلم عنها، ما عنديش خلاف غير على بعض الاسماء، لكن انا كنت اتمنى زي اي فريق كبير لازم يبقى عنده جناح يمين اشول، عشان هي ديت اللي بيسموه الانسايد وينجر. انا عايز اقطم لجوه على عدله رجلي، زي ما روبن كان بيلعب. بس روبن وصلاح وغيره وصلاح. ولامين يامال، كل نفس القصه. الانسايد وينجر دي مهمه. عن الزمالك عندهم خوان الفينا نفس القصه، انسايد وينجر. هو بيلعب لعيب اشول، بيقطم، بقت شماله ديت قدامه كل الاوبشن، هيباصي، هيزق الكوره، هيعملها في البعيده، هيعملها في القريبه. زيزو مع احترامي الكامل بقى، انا مختلف معاك في النقطه دي، ان هو راجل بيلعب برجله اليمين، فما عندوش حته ان انا هقطم فهشتغل بالشمال دي الخط ازاي. بيبقى رجله جنب الخط على طول، فده هيبقى جناح هو ماسك الخط. محتاج ايه بقى الجناح اللي ماسك مظبوط. الخط ده يا عم محمد؟ محتاج مهاجم. ودي مشكله الاهلي بقى، ودي نقلتنا للنقطه اللي دي بعدها. مشكله تانية. انا كزيزو عايز استفيد منه، عايز اكسب من وراه، انا لازم مهاجم. لازم مهاجم في الستة يارده، مش في 18. انت كان عايز مهاجم. ايه رايك في بيع وسام ابو علي؟ والله بص، هو وسام اللي اصر، مش الاهلي اللي قال له روح. حتى ايا كانت الفلوس، الاهلي ما كانش بيفكر في فلوس وسام ابو علي، الاهلي تمسك بيه شويه. لكن هو الولد لا، انا عايز اطلع، انا عايز اطلع، انا عايز اطلع. والاهلي زي ما انت عارف الاهلي ما بيمسكش في حد. طول عمر الاهلي كده. حصلت قبل كده وكتير. عصام الحضري كان احسن حارس في افريقيا، انا عايز ارجع وعايز اعمل، لا انت راجع. اخرهم محمد عبد المنعم مثلا. محمد عبد المنعم. انت عايز تطلع، احنا بنديك فرصه، احنا عايزينك. لا انا عايز اطلع، توكل على الله. خلاص الموضوع بالنسبه للنادي الاهلي مش هيمسك في لعيب ولا هيكبر لعيب هو مش عايزه. لكن وسام ككواليتي مهاجم، انا ما شفتش حد كده من ايام مثلا عماد متعب. كلام سليم. كواليتي. وانا متفق معاك في الراي. وعايز اقول لك ان الدوري اللي احنا خدناه مع عماد النحاس في اخر 5 ماتشات بعد ربنا سبحانه وتعالى، السبب كان وسام ابو علي، مظبوط، مش حد تاني. مظبوط. السبب كان وسام ابو علي. والدوري اللي قبله كمان وسام ابو بالظبط. علي. راجل جه نص موسم خد هداف الدوري. لا كواليتي ما شفتهاش بامانه، بقالنا فتره ما شفناش كواليتي مهاجم زي وسام ابو علي. مهاجم متكامل، ده حقيقي، ده حقيقي. طب انه يطلع او ما يطلعش دي مش بتاعتنا، احنا كنادي اهلي احنا عايزينك. لا انا عايز اطلع، شكرا. بس هي دي المشكله. ده ينقلنا لحته التعاقد مع محمد شريف. والله محمد شريف بالكواليتي بتاعته اللي كانت موجوده زمان في الموسم الخالي اللي قدمه، كنت متوقع ان هو ممكن يعوض وسام ابو علي لو استعاد ثقته في نفسه. بص، محمد شريف من اللعيبه اللي بيتقال عليها وان سيزون وندر. هو عمل سيزون وانا عارف ده، كان جبار في السيزون ده. شكرا. هو سيزون، ومش محمد شريف بقلل منه. لا، في لعيبه كبيره وليهم اسامي. ده كلام سليم. هو وان سيزون وندر، هو عمل سيزون وانتهى. مش انتهى بقى انه ما عادش بيلعب، بس مش هيعمل اللي عمله ده. يجي يكرره تاني. وانت ما تطمعش انه يعمل ده او اكتر منه. هو سيزون عمله. شايف ان هو بيتم تحميل عليه مسؤوليه اكتر من اللي يقدر يستحملها.
يعني ده مش حقيقي. ده اللي انت مثلا محمد شريف مش ده اللي تبني عليه ان هو يعيد مسيره وسام ابو علي مع الاهلي ولا محمد شريف اللي تقدر تتوقع له انه يجيب مثلا 15 جون، مستحيل. للدرجه دي. اه طبعا، مش محمد شريف اللي هيجيب لك 15 جون في السيزون. ده موضوع كبير اه جدا، طبعا. لان الاهلي طول عمره بيتميز ان عنده مهاجم قوي ما هو بيقدر بص، يكون سبب في فوز الفريق. المشكله كلها بتبقى نفسيه. محمد شريف كان سيزون عالي جدا، فبدا يشوف ان انا لا، انا لازم العب واحترف بره، كلام سليم. واتكلم في الموضوع ده. وانس ان انت فكرت كده، تمام، وسافرت، ما عملتش حاجه بره، اعرف بمنتهى البساطه ان انت هترجع، عمرك ما هتبقى زي الاول. مظبوط ده مش مظبوط. مش على لعيبه الكوره، ده في اي مؤسسه في الدنيا، صح، واي مجال. صح واي صح مجال. صح صح. انت شفت نفسك، مع احترامي ليه، مش هقول لك ان هو شاب، بس هو كان جبار فعلا، بس انت شفت ان انت بتعمل حاجات كويسه كويسه. فانا عايز بقى اخد مقابل، وعايز اطلع بره، وفي نادي الفلاني عايزني والنادي الفلاني عايزني، صح. ونفس اللي حصل، احنا عايزينك، لا انا عايز اطلع، توكل على الله. طب انت شفته بره، كان تقريبا مع الخليج. كان هو كان نادي مع الخليج اه. ايه اللي عمله؟ ولا حاجه. الصراحة جمهور الفريق اللي هو كان بيلعب فيه كان بينزل التعليقات على صفحة الدوري السعودي الرسمية يوم ما كان بيلعب، الناس كانت بتتكلم عنه. وشفت مقطع الصراحة زعلني، المذيع بيقول ده مش محمد شريف. هما يعني كانوا مفكرين ان هو جاي من الاهلي ان هو هيبقى مستواه احسن من كده. ده يعتبر كان من اضعف المهاجمين في، وخصوصا ان الدوري السعودي عنده نجوم عالمية دلوقتي. بالظبط، هي دي الفكره. انا لما شفت محمد شريف في السعوديه، عرفت ان هو مش هيقدم حاجه، مش هيطلع منه اكتر من كده، واتفاجئت اكتر ان احنا بنتعاقد معاه. لا ما ينفعش يا يعني كان جماعه. مفاجأة بالنسبة لك؟ جدا جدا، كان يمكن اخر واحد اتخيل ان محمد شريف يرجع تاني. وعلى فكره هو كان جاي مهاجم ثالث اصلا. لو انا ما كانش محمد شريف انا مش هوافق. هو ممكن قال لك اصل انا بحب الاهلي ما وممكن اخدمه من اي مكان. في بس ناس مش بتفكر ما كده. تلعبش مهاجم ثالث. المهاجم بالذات دايما عنده حميه. كلام حارس سليم. حارس المرمى ممكن يقعد، ده الطبيعه، هي الطبيعه كده. صح حارس صح المرمى يقعد، صح الدفاع بيبقى فيه روتيشن. صح. المهاجم دايما عنده غيره كده، انا ما ينفعش اقعد. فانت جاي وعارف ان انت ثالث بعد وسام وجراديشار، فاذا الموضوع بالنسبه لك هي صفحه بتنطوي يعني. فربنا يوفقه وربنا يكرمه. لكن انا مش شايف ان محمد شريف هو مهاجم الاهلي الاساسي ولا الاحتياطي الفتره اللي جايه. طيب في صفقه الناس كلها اتكلمت عنها يا محمد، وعايز اعرف منك انت عن محمد علي بن رمضان. ولد موهوب، لكن عايز اعرف رايك في وجوده واهميته ودوره بالنسبه للنادي الاهلي. انا كان من سنتين قبل ما الاهلي يجي مثلا سيره ان هو بيفكر في بن رمضان، انا شفته مع الترجي التونسي في ماتش ضد الاهلي. من يومها وكنت بحلم ان الاهلي يتعاقد معاه. ولما ساب الترجي وراح احترف، كان نفسي ان الاهلي ياخد الخطوه ديت، وفرحت جدا جدا. وكنت بكلم ناس كتير من اصحابي بقول لهم ده لو مثلا معجزه لو الاهلي اتعاقد معاه. ما صدقتش يوم ما الاهلي اتعاقد معاه فعلا. مم. لعيب مبدع بمعنى الكلمه. سنه كان صغير جدا، هو من ناشئين الترجي. الترجي فرقه كبيره جدا واكبر صحيح. فريق في تونس، هو كان الكابتن بتاع الفريق. وجمهور الترجي كان زعلان جدا يوم ما هو خبر ان هو اتعاقد مع الاهلي. محمد بن رمضان لعيب مبدع بمعنى الكلمه، في خط الوسط بيلعب بلاي ميكر، يلعب في اي مكان. حتى مع الفريق المجري كان بيلعب ساعات جناح، وكان بيبقى متالق وهداف الفريق. مشكله محمد بن رمضان، وده اقدر اراهن عليه اكتر لعيب الاهلي اتعاقد معاه، ان هو جه في فتره الفريق شكله مش منضبط، ما بيلعبش مكانه. لما لعب مكانه اخر ماتشين ودخل ورا المهاجمين وكان بلاي ميكر صريح، هو كان سبب اللي عمل يعني الجونين اللي جم في اخر ماتشين قدام بتروجيت وقدام انجل الافريقي، هو اللي كان عامل السروهات السرعات بتاعتها والاسيستات بتاعتها. محمد بن رمضان هيكتمل يعني توهجه، وهيبقى يجيب البيك بتاعه فعلا بوجود امام عاشور في الملعب. انا مع الفارق وراهن عليها وللتوثيق ان بن رمضان ومع امام عاشور ان شاء الله هيبقوا الاثنين كده حاجه قريبه من، مش هقول جافي وانيست، من بدري وجافي.
حاجه هتبقى كواليتي محترمه جدا، الاتنين قويره، وجود الاتنين في الملعب هيريح بعض. مشكله ان بن رمضان اول ماتش رسمي لعبوا مع الاهلي امام عاشور اتصاب وما رجعش الحدث. كان في كاس العالم. كان في كاس كان العالم. في كاس العالم طبعا، يعني هو ما لعبش مع امام عاشور اصلا. ما لعبش مع ده امام حقيقة. عاشور. اليوم اللي هيبقوا الاثنين موجودين في الملعب وانا براهن هيبقوا الاثنين حاجه تفرح قوي. واحنا بندعي بس ربنا سبحانه وتعالى ان يتم شفاء امام عاشور على خير ان شاء الله. ان شاء الله. لان الولد ده موهبه استثنائيه فعلا. ما بيجيش زيه كتير. امام عاشور الصراحة. احنا ممكن نقول عليه احسن لاعب، مش هقول لك في مصر، احسن لاعب في افريقيا في مركزه دلوقتي. ولد موهوب وربنا يتم شفاء على خير يا رب، بإذن ويرجع الله. تاني آمين. للاهلي ويرجع تاني للمنتخب، وده الاهم طبعا. باذن الله باذن الله. كنت عايز اسالك كده عن لعيب جه ما كانش حد يعني بيبني عليه امال كتير، او اتعرف يومها ان هو الاهلي اتعاقد معاه، مع ياسين مرعي. اللاعب كان جه لعب اول ماتش، بان ان هو من قماشة الاهلي وان تيشيرت الاهلي لايق عليه. انت ايه رايك في ياسين مرعي؟ والله ياسين مرعي مدافع كويس تمام، وفي ميزه ممكن مش موجوده في ناس كتير، ويمكن ناس جنبه كده ناس فاهمه يعني. ياسين مرعي ذكي، وانا بحترم المدافع الذكي. كلام سليم. المدافع لازم يكون باور، لازم يكون جرينتا، ولازم والتحامات وغيره، بس برضه لازم يكون ذكي، اعرف الكره تحت رجلي هطلعها ازاي. ده اللي بيعمله ياسين مرعي. رغم ان انا عندي اختلاف على منظومه الدفاع النادي الاهلي، وانت اكيد عارف ودارس ان احنا دخل فينا 13 جون في 11 ماتش. ما فيش فريق كبير ده رقم رهيب. 13 جون في 11 ماتش، كلام مظبوط، رقم رهيب. مظبوط. طب هل انا بلوم ياسين مرعي لوحده؟ طب هل بلوم ياسر ابراهيم لوحده؟ هل محمد هاني؟ هل كوكا؟ لا طبعا. انا المنظومه كلها عندي، المنظومه كلها محتاجه تعاد صياغتها من اول وجديد. قصدك ان منظومه الدفاع الخلل فيها مش في الافراد؟ مش في الافراد طبعا، الخلل في المنظومه كلها. انا كراجل باك، والراجل الوينج اللي قدامي المفروض يرجع يساندني، ما بيرجعش. طب نص الملعب هو لوحده، مروان عطيه لوحده بيجري هنا او هنا او هنا. انت عندك ديانج دلوقتي اصلا، ودي حاجه وانا عايزين نتكلم فيها. ديانج ما عادش مركز معاك، اليو ديانج ما عادش مركز معاك. في كلام انه هيروح بيراميدز، وده كلام بنسبه 99% اكيد. تمام. فانت عندك نص الملعب بقى مستباح. تمام. خط الدفاع بالتالي اتاثر، لان دفاع الاهلي مش هقول لك انه بيبدا من الدفاع ولا من نص الملعب، دفاع الاهلي بيبدا من السترايكر بتاعك. مظبوط. فانت بقى عندك مشكله. الاربعه اللي ورا دول مهما بدلت ما بينهم، تمام. اشرف داري طبعا راجل اصاباته كتيره، فربنا يشفيه يا رب، لكن الاساس دلوقتي احنا بنعتمد على ياسين مرعي وياسر ابراهيم. كلام مظبوط. هل ممكن تقول يا محمد مفيش تناغم ما بينهم زي ما كان ما بين ياسر ورامي ربيعه مثلا؟ هل ده حقيقه؟ اللي انا شايفه بالنسبه لياسين مرعي هو مدافع ممتاز حقيقه. كان هيبان الكواليتي بتاعته اكتر، والكواليتي بتاعته كويسه، بس انا كان قصدي كان هيبان الفعاليه بتاعته اكتر لو كان بيلعب جنب محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم هو حجر الاساس بتاع دفاع الاهلي، وكان بيتغير عليه المساك اللي جنبه ياسر ابراهيم او رامي ربيعه. محمد عبد المنعم بيبقى كويس، خط الدفاع كله بيبقى كويس، لان في قائد هو يعني شبيه بفان دايك اللي بيتحدد عليه مدى قوه دفاع ليفربول. خروج محمد عبد المنعم، الاهلي ما كانش عامل حسابه للموضوع ده، واتعامل من وجهه نظري مع الموضوع غلط بالتعاقد مع اشرف داري. اشرف داري مدافع مغربي ظهر في كاس العالم. الطريقه اللي كان بيلعب بها منتخب المغرب، انت اتكلمت عن نقطه كويسه، هي منظومه منتخب المغرب. مع احترامي، لو انا وانت لعبنا 2 مساكين في منتخب المغرب هنبان زي اللي كانوا باشرف داري والمساك اللي جنبه، لان هم كانوا بيلعبوا كلهم دفاع منظم بطريقه محكمه وتظهر اي مساك. الاهلي لما جه يقيم اشرف داري قيمه على مستواه في بطوله مجمعه حتى لو كاس العالم. ما قيمش اشرف داري على مستواه مع الفريق بتاعه، ما جابش الكيس هيستوري بتاع اصاباته، خصوصا اللي انت بتتعامل في مركز حساس، مركز طبعا. المساك، والاهم من ده اللي انت جايب مكان اجنبي، انت متأيد في الدوري ب5 اجانب، ال5 اجانب لازم يكونوا على اعلى مستوى. رحت جبت اشرف داري، ما كنتش دارس الموضوع كويس، كان في كومنتات وانا كنت مع الكومنتات ديت، ازاي فريق البريست بتاعه بيلعب في دوري ابطال اوروبا والفريق داخل على اعلى مستوى تنافسي بتاع كرة في العالم ويبيع المساك بتاعه اللي كان واخد مركز في كاس العالم. صحيح. يبقى كان في علامة استفهام وراه. الاهلي حتى ما فكرش ان هو يجيبه
سنة اعاره وبعد كده يشتري عقده، لا الاهلي اشتراه. مم. خطوه كانت متسرعه، خطوه من غير عقل. لو انا جيت سالت كتير من جمهور الاهلي او الجمهور اللي بيتابع الدوري المصري مين مساكين الاهلي، انا متاكد ان هو ناس كتير هتنسى تجيب سيره اشرف داري، بالظبط، انا نفسي كنت ناسي دلوقتي. لانه بقاله كتير فعلا مش موجود. صحيح. يلعب ماتش يظهر كويس، يلعب الماتش التاني يعمل غلطات، الماتش التالت يتصاب. يتصاب، يقعد بقى. يغيب ست مم. شهور اخر حاجه يعني ان كل المواقع بتتكلم عنها ان الاهلي فعلا ادرك غلطه للاسف متاخر، وان هو عايز يجيب مدافع وممكن يفكر في مدافع اجنبي. اشرف داري طالب بكل بساطه، مش عايز الاهلي عايز يعيره، هو مش عايز اعاره، هو عايز ياخد فلوسه انتقال ويخلص عقده انتقال حر ويشوفه هيعمل ايه. انا عايز اقول لك ان اشرف داري من ضمن الاسامي اللي لسه مطروحه عقود تجديدها ديت، احتمال ما يجددش واحتمال يطلع. بنسبه كبيره هو خارج لكن الاهلي الفتره الجايه. لكن اداره الاهلي او مجلس اداره الاهلي مستني بس بعد السوبر، زي ما سمعنا يعني يوم 11 نوفمبر ان يبقى في اجتماع للجلسه الرسميه الاولى لمجلس الاداره، وده تبقى اول ايه جلسه هيطرح فيها الاسامي المحتمله او المرشحه للتواجد. اجتماع مجلس الاداره مع لجنه الكوره. بالظبط، تمام مع لجنه تمام. الكوره. ولو عايز الاسامي يبقى الموضوع سهل، يعني هيبقى مثلا على راسهم الكابتن سيد ابو حفيظ وكابتن زكريا وكابتن مختار وكابتن وليد صلاح الدين، ومعاهم كابتن اسامه كمدير للسكاوتنج، تمام. عشان نعرف الناس اللي موجوده. طب العقود اللي عايزه تتجدد، انت عندك عقود عايزه تتجدد لسه ما حدش اتكلم فيها، مين على سبيل زي عبد المثال؟ القادر مثلا. هو هنجدد ولا مش هنجدد؟ هو في كلام ان كان كابتن وليد صلاح الدين اقنعه بالتجديد، وان عبد القادر نزل مطالبه الماديه، كان عايز 35 مليون في الموسم، وان هو في الاخر بعد التفاوض واقتناعه بان هو يقعد في الاهلي وما يروحش الزمالك او يشوف اي عروض تانية، مم. في كلام شبه مؤكد خلاص ان هو وافق على 25 مليون في الموسم. انا ليا راي في الموضوع ده. انا شايف ان احمد عبد القادر موهبه قويه جدا، انا كنت بصنفه ان هو امهر مهاجم في تاريخ يعني مش قصدي في التاريخ، امهر مهاجم في الفتره ديت في قاره افريقيا. مشكله احمد عبد القادر حاجه، ان احمد عبد القادر يعني المينتاليتي بتاعته عايزه تتظبط شويه. احمد عبد القادر موهبه رهيبه، قراراته ما بتعكسش موهبته. الكرة اللي هو محتاج فيها ساعات كتير يشوط ما بيشوطش، الكرة اللي هو محتاج فيها ان هو يباصي بيشوطها، بياخد قرارات معاكسة شوية. لكن لما بيلعب مثلا ويكون في الماتش واخد قرارات صح، مفيش وينج زيه في جوه القارة. انا مش قصدي تاريخيا، انا قصدي في الفترة في ديت الفتره دي هو قوي جدا جدا جدا، ووجوده مع الاهلي مهم. حاجه برضه محدش يعني يغفلها، سن احمد عبد القادر. مم. احمد عبد القادر من اصغر الوينجات جوه الاهلي سنا، هيفيد الاهلي فتره كبيره، فلازم الناس تاخد بالها من الموضوع ده. انا شايف الصراحه لو الاهلي جدد له، حتى لو الفتره اللي فاتت ان هو كان مثلا ظهر ان هو عامل شويه مشاكل، الاهلي عاقبه والموضوع اتنسى او مش اتنسى، انتهى خلاص، وهو ما تجاوزش في حق الاداره، لان اداره الاهلي مهما كان اسم النجم وتجاوز في حق الاداره هم هيسيبوه. انا شايف ان الاهلي دلوقتي خطوه مبروكه ليه ان هو يتعاد. طب انت شايف ليه مشاركاته قليله؟ هل عشان المكان اللي هو بيلعب فيه فيه اسمين كبار؟ هو تريزيجيه، بن شرقي، وبعدين احمد عبد القادر، ودي كانت اللي بقول لك ان في زخم في الاجنحه، وينجات عندنا في زخم، انا مش عارف العب مين مكان مين. احمد عبد القادر موهوب، مشاركاته قليله ليه؟ مشاركات احمد عبد القادر قليله حتى قبل ما الاهلي يتعاد مع بن شرقي وتريزيجيه، لان هو كان في كذا كومنت عليه، منها مثلا ان لياقته بتنخفض جدا بعد 60 بعد ده 60، وان هو بيبقى زي ما يكون واحد تاني، وده بسبب انخفاض لياقته، مش مهتم هو بالموضوع ده شويه. تاني حاجه ان هو ساعات في مدربين بيبقى عايز كل لعيب يلتزم باللي هو قاله له. النوع اللي زي احمد عبد القادر ده ما بيحبش الالتزام باوامر المدرب، مزاجنج. مزاجنج، ان هو ممكن بكل بساطه من ابداعه يرقص له مثلا 3 4 ويدخل يجيبها جول. فهو دلوقتي المدرب مثلا بيقول له دافع مع الفريق، لا هو مش عايز يدافع، هو عنده قدره ان هو ياخد الكوره من قبل نص الملعب، لان فعلا هو عنده المقدره لكده، حقيقي. ويروح يجيبها جول. فهو في ناس ما بتحبش انها تتقعد بكلام المدرب، فيجي المدرب بعدها يقوم مقعده. حاجه كمان في لعيبه بتبقى مثلا ايه، بتبقى يعني
ممتنه للمكان اللي هي فيه، اللي هو مثلا لعبته وخرجته. تاريخيا كان معروف في الاهلي بالموضوع ده محمد نجيب، مم. عمره ما عمل مشكله، خالص. صحيح لعب صحيح. فترته وقعد. كان ممكن يقعد سنتين احتياطي وهو فورمه كويسه وينزل ماتش ويعمل اللي عليه. احمد عبد القادر مش من النوعيه ديت. مم. وخلينا نتكلم في حاجه، ان الزمن اتغير دلوقتي، ما عادتش النوعيه بتاعت محمد نجيب ديت موجوده قوي. فالمدرب بكل بساطه لما بيصدر فعل من احمد عبد القادر بيعاقبه. للاسف هو من ساعه ما الاهلي جابه من سموحه ولعبه تاني وبقى اساسي مع الفرقه، ما استغلش الحاجه ديت. انا كان ليا راي، لو احمد عبد القادر ما كانش مثلا، مش هقول تراب الميكر مع المدربين، بس كان مثلا عنده سنه التزام والحته البدنيه دي موجوده، بكل بساطه الاهلي كان ممكن مثلا ما يتعادلش مع بن شرقي او ما يتعادلش مع تريزيجيه، مم. وكان يكتفي بوجود عبد القادر ومعاه وينج واحد وينج كمان. كمان. صحيح، ده كلام مظبوط، واحنا نأمل ان هو يلتزم. وموضوع بدنيا ده مهم جدا على فكرة، الكوره كلها كده جدا دلوقتي. جدا. الكرة دلوقتي بقت صعبة، الكرة مش زي زمان حرفنة ومهارة، لا ما فيش الكلام ده ومحتاج خالص. فعلا مجهود. وهو الولد لو ما اجتهدش هيخسر مكانه. هو بدأ دلوقتي يتراجع، يعني كان التاني بقى التالت وبعدين ممكن يتراجع. لذلك انا بقول لك تجديد عقده من ضمن الحاجات اللي احنا مستنيين نشوف ايه اللي هيحصل فيها. صح، فكر الإدارة صح، ايه؟ صح. انتوا شايفينه في ايه؟ وان هو مردوده يبقى قوي معاه. وهم شايفينه اكتر مننا. صح. هم شايفينه هو كويس. طب في التمرين بيعمل ايه عشان انا هو اقعده؟ الكلام دلوقتي ان هو ملتزم في التمرين جدا، وان يعني. هو كانت المشكله مع ريبيرو، مم. ولما رجع الكابتن عماد النحاس ودخله التمرين، وابوله من اكتر اللعيبه، ما ده اللي خلى الاهلي يهتم بالموضوع. والله احنا اللي هو نتمنى، ملتزمة في انا التدريب. في كل الاحوال اتمنى يبقى عندي وينج واثنين، ويبقى عندي مدافع واثنين، ويبقى عندي خط وسط واثنين وثلاثه. عندي بدل كلام اللعيب، سليم. بدل اللعيب بديل واثنين وثلاثه. الاهلي بيلعب في كذا بطوله، والاهلي نادي مطالب ان هو يكسب كل البطولات. ما فيش نادي بيكسب بطوله او يلعب على كل البطولات غير لما لازم يكون عنده البديل هو نفسه مستوى الاساسي بتاعه، وان يكون عنده في المركز اكتر من نجم. وده ياخدنا نقطه ثانيه بقى يا محمد، هي نقطه الصفقات المحتمله اللي بيتكلموا فيها داخل اروقه النادي الاهلي. لا. مش هقول لك ان حاجات اكيوريت، يعني حاجات مش واقعيه، لكن اتكلموا فيها. اتكلموا فيها. مظبوط. الاهلي محتاج في 5 اماكن، عايز لعيبه في 5 اماكن. والله انا ممكن اشوفهم اكتر من كده. دلوقتي مثلا هنمسك خط الدفاع ونمسكه مركز محمد هاني. هو احنا محمد هاني يعني هو بس حظه ان هو اللي موجود بس ومفيش حد. وابن النادي. ابن النادي فعلا. واللي كل بيجوا الصراحه بيخيبوا الامال، من خالد عبد الفتاح لعمر كمال. بالمناسبه في ناس كتير بتهاجم محمد هاني لمجرد ان انا بهاجمه، بس احنا لو فكرنا شويه كده بالعقل، انت مفيش حد غيره لو هو قاعد. والله يا محمد، وبعيدا عن الانتماءات، ليه محمد هاني اي مدير فني يجي في الاهلي بيلعب محمد هاني؟ اركن الاهلي على جنب، ليه اي مدير فني بيمسك المنتخب بيلعب محمد هاني؟ كلام مظبوط. هل الناس دي بتشوف في حاجه احنا مش شايفينها، ولا هو في حاجه فعلا واحنا اللي عندنا مشكله مش شايفينها؟ هو لا، هو الموضوع مش كده. هو الموضوع سبحان الله ان حظ محمد هاني كويس، بمعنى فتره وجوده من ساعه ما اتصعد في الاهلي لحد ما لعب كان موجود مع احمد فتحي. احمد فتحي كان بيكبر في السن. بعد احمد فتحي مفيش باك يمين في مصر غيره. فهو الفتره ديت هو ما لقاش منافس قوي. فلما تلاقي مثلا مدربين منتخب مصر بيلعبوه، معلش لو محمد هاني قعد او اتصاب، مين اللي هيلعب الباك اليمين في مصر؟ انت كنت ساعات بتلعب، وصل ان كوروش لعب امام عاشور باك يمين، وعمر وزيزو وعمر كمال هو برضه نفسه، وعمر كمال اللي هو لعب له 5-6 ماتشات ضحك بيهم على الجماهير شويه ومش موجود. اهم اكرم توفيق كان برضه قال لك احنا هنلعبه باك يمين، اذا كان مع الاهلي ولا مع المنتخب. صح. بس اكرم توفيق في نص الملعب هو كان قوي جدا قبل غير الباك اليمين. الباك اليمين برضه ليه شغل، وليه ازاي ابقى عارف مكاني وعارف ايه ظهري فيه ايه وقدامي فيه ايه. انا هقول لك المشكله مع محمد هاني، مشكله جماهير كتير من الاهلي معاه. الاهلي طول عمره في مراكز عنده مميزه لعب فيها اساطير، منها الباك اليمين لعب فيها احمد فتحي، وقبله سيد عبد الحفيظ وبركات وابراهيم حسن والاساطير دي. فانت لما تيجي تقيمهم وتحط معاهم محمد هاني، بيبقى الموضوع ظالم شويه لمحمد هاني. هو مش يعني مش تقليل من محمد هاني، بس ده فعلا حقيقي. فده اللي عامل له شويه مشاكل مع الجماهير. انا شايف ان الاهلي لازم يكون عنده باك يمين تحسبا لو محمد هاني لا قدر الله اتصاب او مثلا محتاج يرتاح، مفيش فعلا باك يمين يلعب مكانه. وده من ضمن الاماكن اللي الاداره برضو بتقول احنا محتاجين باك يمين
ومحتاجين باك ليفت وقلب دفاع. لازم انا بقول لك اللي بيتكلموا فيه كلام سليم. باك رايت، باك ليفت، كلام قلب مظبوط. دفاع ومهاجم. ده الاساس عند اداره النادي الاهلي. وده كلام مظبوط. كابتن سيد ابو حفيظ كان اتكلم في الموضوع ده قبل كده، باك اليمين والباك الشمال وقلب الدفاع في صفقات والمهاجم. محتمله، في اسامي محتمله الاهلي بيفكر فيها دلوقتي، خصوصا ان احنا في شهر 11 والكلام بيطلع من دلوقتي. والله خليني اقول لك صفقات اتكلموا فيها، لكن ما تاخدش مني الكلام ان هو ده اللي بيحصل، لكن فعلا اتكلموا فيها. اتكلموا في الباك اليمين في احمد هاني احمد هاني لعيب كويس بتاع سيراميكا، لعيب كويس جدا ولاعيب كواليتي ممتازه. طبعا يمكن احنا مشاهدتنا لسيراميكا شويه قليله، لكن لو انت ركزت الفريق وتابعته بيلعب بيدي كويس جدا. الولد كويس تمام. الباك ليفت يمكن ده اللي عليه شويه مشاكل، ويمكن مشاكل عندنا من بعد ما طب علي ايه معلول مشكله مشي. محمد شكري، خصوصا ان ناس كتير كانت بتتكلم عنه ان ده اللي هيسد الفراغ بتاع علي معلول؟ انا عايز اسالك سؤال اتفضل. وتجاوبنا عليه. هل الاهلي ظلم كريم الدبيس لما دخله في صفقه تبادل وجاب محمد شكري، ومحمد شكري ما اداش يعني المطلوب منه، او لحد دلوقتي ما ظهرش اللي الناس مستنياه منه؟ هل انت كراجل اهلاوي قاعد ما بينك وما بين نفسك كده بتقول ان الاهلي غلط والمفروض كريم الدبيس هو اللي كان يكمل في الاهلي؟ بص يا محمد، هو قصه الباك الشمال بعد علي معلول كان فيها نقاشات كتيره جدا، وانت لو قعدت في النط اللي كانوا بيلعبوا باك شمال بعد الفتره دي هتلاقي ناس كتيره جدا، وما تحطهمش في مقارنه مع علي معلول نهائي، حطهم في مقارنه مع بعض. انت كنت بتتكلم في مصطفى العش بيلعب باك شمال، احمد كوكا بيلعب باك شمال، محمد شكري بيلعب صح، باك شمال. صح يا راجل ده في ماتش محمد هاني لعب باك شمال. بله صح. تمام. احنا عندنا فجوه هنا في الحته دي، فجوه مظبوط. لكن للاسف كل الاسامي ديت ومع احترامي الكامل ليهم ما وصلوش لنص علي معلول. نص علي معلول كلام سليم. ما وصلوش نص كلام علي سليم. معلول. الاهلي كان بيعمل ايه؟ هو الاهلي ما كانش مضغوط عليه قوي في الحته ديت، ان انا مش انا هجرب، انا عندي لعيبه بالفعل بتلعب باك شمال. طب ما اجرب كوكا، طب ما اجرب العش، طب ما اجرب كريم الدبيس. كلام مظبوط. يمكن اللي اتظلم فيهم بموضوع العش. مغادرته لا الدبيس، الدبيس كريم الدبيس. يمكن ده اللي ما خدش فرصه، حتى ادوني فرصه اجرب. والله هو كان باين عليه ان هو عنده كتير. عنده بصراحه الولد ممتاز، لكن يمكن الاهلي قال لك لا مش ده اللي هنوصل بيه. طب ما هي نفس القصه، ان انت مش هتوصل بكوكا ومش هتوصل بالعش، صح ومش هتوصل صح. لمحمد شكري مع بشكري، احترامي ليه. صح. الاهلي بيفكر في مين بقى دلوقتي يا محمد؟ مين المحتمل؟ بيفكروا دلوقتي في محمد حمدي بتاع بيراميدز. انا الكلام ده الصراحه انا اول مره اسمعه، ومش يعني مفاجاه بص بالنسبه لي. هم اتكلموا في محمد حمدي، وهقول لك حاجه بقى من المطبخ، ان عقد محمد حمدي لحد 2027 تمام. يبقى فاضل له قد ايه؟ سنه. لا، السنه دي مكتوب في العقد ان هي تكون بموافقه الطرفين، مش برضا بيراميدز بس. لا تمام. بموافقه الطرفين. تمام. ازيدك مش شعر بيت، بيراميدز عايز مين من الاهلي؟ عايز اليو ديانج. ما هو انا هزعل جدا لو راح بيراميدز الصراحه. وفي كلام اتقال، وفي كلام حصل ما بين وكيل اليو ديانج وما بين بيراميدز. اليو ديانج مشكلته انه طلباته الماديه قويه جدا، والاهلي الاهلي مش هيسمح بكده لاي حد مهما كان. اليو ديانج راجل عامل كتير للاهلي ووجوده مهم، لكن الاهلي عنده حته في موضوع الرواتب مش هيديله مش اللي هو هيقدر يزيد اكتر من كده. مش هيديله عايز. حتى لو جاي من بره انا مش هقدر ادي لك الرقم اللي انت كنت بتتكلم فيه ده. ففي كلام ما بين زي ما بيقولوها كده ايه الجماعه الكويره، صفقه تبادليه. محمد حمدي قدامه 27، لكن السنه اللي جايه دي لازم يكون بموافقه الطرفين. طب احنا عايزينه وانتوا عايزين اليو ديانج، ممكن يحصل ده في يناير، وانا اتوقعه كمان. هتبقى الصراحه اول مره تحصل في تاريخ الدوري المصري من ساعه تاسيس من بعد بيراميدز ما بقى اسمه بيراميدز يعني. ان هو يقعد مع الاهلي على ترابيزه المفاوضات بالظبط، وان هو يتكلموا كده يعني. انا متوقع ده فعلا في يناير القادم، وممكن يتم الاعلان عنه قبل كده كمان يعني. مظبوط. دلوقتي انت اتكلمت في المراكز اللي الاهلي محتاجها، انا متفق جدا معاك في موضوع المهاجم. انا ليا راي في موضوع المهاجم بتاع الاهلي غلط في حته يعني من وجهه نظري. وسام ابو علي ساعه ما اتخرج من الاهلي كان لازم يتعاقد مع اللاعب اسد الحملاوي. اللاعب كان عقده خلص، اللاعب كان مرحب ان هو يجي الاهلي، وكيل اعماله كان خلاص يعني بيشرف على هندسه الموضوع. فجأة الاهلي طلب اسد الحملاوي، طلب ان هم يخلصوه ويتعاقدوا معاه، لان هو مش عايز يقعد اكتر من كده وعايز يبقى موجود في نادي. الاهلي قال له استنى، وهو كان اللاعب متخوف من وجود وسام ابو علي ان هو يقعد في الاهلي.
لان لو كان قاعد في الاهلي وكان عارف ان هو ملوش فرصه يلعب اساسي. مم. والاهلي كان عارف ان اسامه ابو علي من وجهه نظري بعد ما رجعوا من كاس العالم للانديه ان هو خلاص مش هيلعب في الاهلي تاني، وان هي كانت مساله وقت ومفاوضات ما بين الطرفين لحد ما ليه الاهلي ما تعاقدش مع اسد الحملاوي في فترتها، وجاي دلوقتي بيفكر فيه بنسبه كبيره، والتعاقد معاه ممكن يكلف 2 مليون دولار. بص، هي كلمة ليه قد يكون لإدارة الأهلي وجهة نظر فيها، تمام. ممكن ما تقدرش تقول اصل انا جايب جراديشار وجايب شريف وجايب. طب ما نجرب، ما نشوف. اصل مش بعد كاس العالم للانديه، وعلى فكره وسام ما مشيش على طول بعد كاس العالم للانديه، كان في نقاشات. انا عارف انه هيمشي، بس انا بدي لنفسي فرصه. انا بقول لك بوجهه نظر عني انا، مش الاهلي. طب ما انا الكلام مش ممكن ارد عليك واقول لك دلوقتي جريديشار كان بقاله فتره مع الاهلي، وبان ان هو مش ده المهاجم الاساسي بتاع الاهلي اللي يقدر يشيل رايه الهجوم من بعد مشاهيم وسام ابو علي. صحيح. ولعلمك قصه اسد الحملاوي، او زي ما بيقال ان اسمه اسعد، لكن بنسميه الحملاوي، لكن هو عشان بس في الدوري السعودي فبيقولوا اسد وخلاص. تمام. لكن هو اسمه اسعد يعني. تمام. راجل فلسطيني. الراجل ده ميزه هيتسيد مهاجم محلي، هيتأيد محلي، دي ميزه في حد ذاتها. ميزه ممتازه. ما اظنش ان سعره هيختلف من ايام كاس العالم للانديه لحد الان، وخصوصا ان انت كان عندك موضوع الانتخابات واللجنه سكاوتنج وغيره، فكان لازم تكون واقف على ارض ثابته عشان اعرف اتكلم مع اي حد. بس هو دلوقتي هيكلف الاهلي، كان هيجي انتقال حر مش هيكلف غير مرتبه. دلوقتي الاهلي عشان يشتريه عايز 2 مليون دولار. والله هو قصه المهاجم بالذات، تخيل هو الاهلي محتاجه الصراحه. الاهلي مش هيبقى بخيل في ان انا اجيب مهاجم. لا، انا ممكن افكر كده فين؟ في قلب دفاع، اشوف حد مثلا كويس ولا انا ما اخطفه زي ما بيعملوا. صح. لكن المهاجم انا بالنسبه لي المهاجم ده نص الفريق. طب شايف انه ممكن لو الاهلي اتعاقد معاه يبقى انسب اختيار؟ والله بالنسبه للمتاحين، اسد الحملاوي هو يعتبر انسب اختيار، لان في اختيار تاني مش عارف انت سمعت عن اللي اتقال ده ولا لا. كانوا بيتكلموا في ابراهيم دياباتي، ممتاز، مهاجم ممتاز، دوري السويدي برضه، تمام. بس مشكله ابراهيم دياباتي هو الفلوس اللي طالبها، والاهلي مش هيدفع له. هو كان طالب ايه؟ اقول لك برضه ويمكن الناس تعرف. هو كان طالب 2 مليون للعقد و400 الف دولار منحه توقيع. 2 مليون دولار راتب سنوي، 2 مليون دولار 2 مليون دولار و400 الف دولار منحه توقيع، اللي هي حلاوه الامضه يعني. بالظبط. الاهلي مش هيعمل كده. انت لعيب كويس ومهاجم، مهاجم كتيره جدا، مهاجم قناص، بس مش كده، مش الدرجات دي يعني. ده كتير جدا رقم مبالغ فيه، صح؟ لا جدا بالظبط. جدا. فيبقى مين قدامي؟ فيستون مايلي. الناس كانوا بيقولوا برضو احنا ممكن نتكلم، بس فيستون مايلي اعتراض الاهلي الوحيد سن. ده كان الاهلي كان هيجيبه قبل بيراميدز واعترضوا ساعتها على سنه، برضه نفس المشكله. يبقى الكلام اللي اتقال هم دول الاختيارات، وانا شايف ان اقربهم هو اسد الحملاوي. تمام. دلوقتي بالنسبه احنا خلصنا تقييم صفقات الاهلي، كنا عايزين نتكلم في كام حاجه تخص برضو الكره المصريه. الاهلي والزمالك هم اكبر ناديين في مصر والوطن العربي وافريقيا، اخبارهم بتهم الناس جدا. انا عايز اسالك سؤال كده، انت شايف انتخابات الاهلي اللي هي حصلت وفوز قائمه الكابتن الخطيب، تمام، ايه رايك في شكل العمليه الانتخابيه؟ ايه رايك ان ده مثلا هل الاهلي كان عايز بسير العمليه الانتخابيه اللي فوق ممتاز بتاع الاهلي وظهور القايمه ان هي ايد واحده، هل الاهلي كان عايز يبعت رسائل لباقي الانديه ان الاهلي في حته تانية؟ انا هسالك سؤال، انت حسيت بالانتخابات؟ انا شفت منظر مفرح من غير ما تبقى اهلاوي. انت حسيت بان في كلام في الانتخابات؟ لا، انا حسيت ان هي كلها ناس على قلب راجل واحد وعدت خلاص. ما حسيتش بحاجه، ده حقيقي. انا لما شفت بوست على السوشيال ميديا كان بوست تهنئه بالخطيب وياسين منصور والاسامي كله صح، مظبوط، ال 12 واحد صح. ده يدل على ايه؟ عن ان الموضوع تم بمنتهى الهدوء. هو مش عايز يبعت رسائل لحد. هو الاهلي ميزته انه للاسف يعني يمكن الناس تفهم الكلمه غلط، لكن ده حقيقه. الاهلي ما بيفكرش في حد، انا بفكر فيا. انا معاك في الحته دي، انا بفكر في الاهلي. الناجح بيعمل كده. انا مش عايز دوشه، انا مش عايز اعمل صوان واجيب كاميرات واجيب ناس تصور وعمليه فرز. الموضوع حصل وتم وانتهى وقال لك خلاص مبروك بس مبروك لجمهور الاهلي، مبروك لاداره الاهلي. يا ريت كل الناس تعمل انتخاباتها كده، صح. يا ريت الانتخابات تتم بهذه السلاسه وهذه البساطه، صح. روح انتخب. انت عضو عضو في النادي وليك صوت، روح انتخب. هتروح هتشوف كل الكلام ده،
بس مش لازم ان انا اذيعه، مش لازم ان انا اجيب كاميرات وفلاشات واصور واعمل. صح. موضوع سهل جدا صح، في النادي الاهلي. تغطيه كانت جميله، تغطيه تليق بالاهلي وفي نفس الوقت مش واعداد مبهرجه. مهوله على فكره انتخب. صح صح مش صح. هقول لك 700 واحد، لا لا لا، في اعداد مهوله الجمعيه جدا. العموميه بتاعت الاهلي مع يعني كابتن الخطيب واخد مش عارف بيقولوا 19000 صوت او حاجه كده، في رقم يعني رهيب. الناس لا، راح. انا شفت بعيدا عن الارقام بتاعت الجمعيه العموميه، انا في حاجات كده بتعجبني في الاهلي لما اشوف الناس بتتكلم عن نجاح الاهلي كمؤسسه في الاعلام العربي. مم. قنوات تونس، قنوات المغرب، كلهم اعترفوا. عصام الشوال قال كل الانديه العربيه ما عدا الاهلي دي انديه، قال لك ان الاهلي ده مؤسسه، فما فيش نادي يقارن بالاهلي. انت فكرتني وانت بتتكلم دلوقتي عن الوحده وان هم ايد واحده اداره الاهلي بالمشهد الثاني في اداره الزمالك. وده انا شايف الصراحه من اسباب ان نادي الزمالك مش نادي مستقر على طول، ان افراد الزمالك اخر حاجه بتبقى عندهم اسم الزمالك والنادي بتاع الزمالك، وان هو كل واحد بيدور على مصلحته الشخصيه. يعني قبل كده مثلا كان نائب النادي كان بره القايمه اللي كانت نازله فنجح، فالنائب ده ما كانش بيدخل النادي. مم. ده واحده تانية. وحصل تاتش بينه وبين رئيس النادي. وما بين رئيس النادي حاجه تانية من القايمه اللي موجوده دلوقتي، المجلس اللي موجود دلوقتي، هم يبانوا من بره ان هم كلهم كويسين مع بعض وكده. مم. النادي مع يعني الاهلي انا بشوف فيه مثلا، يعني مثلا الباشمهندس ياسين منصور ده نائب رئيس النادي، مش هيروح يتعاقد مع قناه خاصه ويشتغل في برنامج ويطلع اخبار المجلس كل يوم. مم. الزمالك مظبوط. الحاجه ديت مش عنده. الزمالك مثلا بيبقى مثلا احنا قاعدين مجلس مع بعض، ده فعلا حصل، وناس زملكاويه بتتكلم في المشاكل ديت ونفسها ان المشاكل ديت تنتهي من الزمالك. بمعنى اشرف بن شرقي كان في كلام قوي جدا ان هو كان جاي الزمالك تمام. قبل ما الاهلي يتعاقد معاه، وهو جاي واحد كلمه محسوب على اداره الزمالك وقال له دلوقتي ما تخلي اخوك يستنى يومين عشان ايه يطلب عقد اكتر. فاخو اشرف بن شرقي زعل من الحركه وخدوا قرار ان هم مش هيجي، ان اشرف بن شرقي مش هيتعاقد مع الزمالك تاني. مم. مثلا لعيب تاني الزمالك عايزه، يقوم واحد من مجلس الاداره مش حابب عضو تاني، فيقوم مسرب للاعلام ان مثلا اللعيب ده الزمالك بيفكر فيه فبيراميدز يتعاقد معاه. فيجي في الاخر للاسف بتتولد حته ان النادي ذات نفسه بيتاثر، وفي جمهور عاشق للزمالك بيزعل جدا على الاوضاع ديت وبيتكلموا احنا ليه ما نبقاش زي الاهلي. لكن للاسف الموضوع ده باين ان هو واضح ان هو حته التخبط شويه مكمله مع الزمالك فتره كبيره، وللاسف كتير من جمهور الزمالك بيدفع ثمن الموضوع ده. ده حقيقه. بس هو يعني الفكره، يعني اتمنى ان اصحابنا واخواتنا الزملكاويه ما يزعلوش، بس انا بتكلم والله باللي شفته بالخبره. كل من في الاهلي او كل من ينتمي للاهلي هو بيفكر لمصلحه الاهلي. ده حقيقي. تمام. ايا كان مركزه، مصلحه الكيان عندهم رقم واحد. ايا كان هو مين، رئيس نادي، نائب رئيس، عضو فوق السن، عضو تحت السن، رياضي، مدير فني، كله بيفكر لمصلحه مظبوط النادي الاهلي. مظبوط. ده مزروع جواهم. تمام. وللاسف الناحيه التانية في المقابل هم بيفكروا في مصالح شخصيه، وده حقهم، ما اقدرش انكر، لكن ما يبقاش حاجه كل اللي بفكر فيه هو مصلحه شخصيه بتتضارب مع المصلحه العامه، او اللقطه او المشهد او اللقطه. انا اخد لقطه او اخد مشهد. ليه بقى مظبوط. انا هقول لك ليه. كل اللي في الجهه التانية هو مش ضامن بكره فيه ايه. طبعا كله بامر الله، بس انا النهارده عضو مجلس اداره، انا ممكن الشهر الجاي ما ابقاش عضو مجلس اداره في نادي الزمالك. ليه؟ ما تعرفش. صح مظبوط. اتحل ما تحلش ما تعرفش، قضايا مع بعض. ده حقيقي. الله اعلم. ده حقيقي. لذلك الكل بيفكر في نفسه. لذلك انا قلت لك من شويه هو حقه، بس انا عارف هو حقه ليه. لكن في الاهلي لا، انت كلنا بنفكر ازاي نخدم الاهلي. طب انا هقول لك حاجه برضو، يعني من وجهه نظري انا شايف ان الاهلي هو اللي عامل لنفسه، انا مش مقتنع بكلمه مبادئ، بس انا مقتنع اكتر بكلمه نظام. الاهلي عمل لنفسه نظام، عمل خطوات بسيطه ادت لنتائج عظيمه. بمعنى دلوقتي مثلا مجلس الاداره بتاع الاهلي مجتمع في اي زمن من الازمنه، احنا 12 واحد قاعدين مع بعض في اوضه محدش شايفنا غير ربنا، هنختلف مع بعض، يعني احنا مش ملايكه، احنا ناس، هنتكلم وممكن نحتد ونختلف جامد مع بعض. بنطلع بره والصحافه مستنيانا والكاميرات،
بنسلم على بعض وبنحضن بعض وبنصدر صورة ان احنا اسرة جميلة مع بعضنا وان احنا ما فيش مشاكل خالص. بيجي مثلا الاعلام، الاهلي اكتر نادي الاعلام بيحب يجيب مم. اخبار لان عنده اكبر جمهور. مثلا الشناوي اتخانق مع كهربا او كهربا غلط في حق كابتن الفريق محمد الشناوي، ده مثلا موضوع زي ده كل مثلا 10 قنوات مستنيه ان هي تتكلم فيه وهتبقى حلقه دسمه وحلقه لذيذه. الاهلي بيقوم بكل بساطه يقوم اعلن ساعتها ان مدير الكره كابتن سيد عبد الحفيظ اعلن توقيع غرامه 1,000,000 جنيه على كهربا للي عمله ضد الكابتن الفريق محمد الشناوي. انت نزلت الخبر من عندك، محدش هيتكهن، محدش هيعمل، فمحدش يتكلم خالص في بالظبط. الاعلام، وانت قفلت الموضوع من قبل ما يبدا. الزمالك الموضوع فيه مختلف. مم. الزمالك مثلا عضو مجلس اداره ليه كومنتات على مجلس اداره الزمالك، بيلف على العشر قنوات بالليل، بيعمل معاهم مداخلات وبيعمل معاهم انترفيوهات وبيجيب كل اسرار النادي. الكلام ده مع الاهلي من المستحيلات، من ممنوع، الموبقات. ممنوع تماما. كابتن سيد عبد الحفيظ لما ساب الاهلي اتعاقد مع قناه كان بياخد اعلى عقد يعتبر في جميع الدول العربيه، مم. لان الكابتن سيد عبد الحفيظ من كهنه المعبد وكان جوه المطبخ وعنده كنز معلومات. ولا كلمه تجاوز في حق مجلس اداره الاهلي. ممكن واحد تاني كان يقول لك ده ما قدرونيش، ولا كلمه ضد الاهلي ولا جاب اسرار الفريق. كان بيتكلم بقى في حاجات عامه، يقول مثلا موسيماني كان راجل قوي في الماتشات التقيله، مش عارف مين كولر كان ميزته ان هو كان هادي، الحاجات اللي كلنا بنتكلم فيها بيتكلم وعارفينها. كوره، هو كان في بيتكلم كوره الاخر فعلا. في الاخر عشان سيد عبد الحفيظ راجل محترم سبحان الله، رجع تاني من الباب الكبير اللي هو يستاهل يدخل منه في الاهلي، وبقى في مجلس الاداره وفي تايتل اقوى كمان من مدير الكوره. هو هيبقى العضو المنتدب من مجلس الاداره مختص بفريق الكوره هو الاول. التايتل بتاعه القائم باعمال المشرف العام على الكوره، تايتل رهيب يستاهل وتقيل، وهو يستاهل. وهو يستحقه بصراحه كابتن سيد. خالص توفيق دعواتنا وبالتوفيق لكابتن سيد يعني. فدي مشكله لا انا ولا انت ولا هنحلها النهارده ولا هنحلها بكره ولا هنحلها. انت شايف ان مشكله الزمالك مشكله مستعصيه من زمان ومكمله؟ بس احنا عايزين نفرق بس يا محمد، الزمالك كتيم والزمالك كاداره. اداره كلام الزمالك سليم. بتاثر على التيم. انا عندي ده مشاكل مظبوط، مع ده التيم، مظبوط، ده مظبوط. انا عندي مشاكل مع التيم، وده بنقعد نتكلم فيها انا وانت واحنا قاعدين على القهوه. لا ده فلان ده وحش، لا ده فلان ده كلام كويس. سليم، كلام سليم. انما مشكله اداره ما ينفعش اللعيبه تتكلم فيها. ما ينفعش يبقى انت حضرتك عضو مجلس اداره ومجرد انك تتسال سؤال عن التبرعات والمساهمات تقول انا اتبرعت ب 20 مليون جنيه. ده كلام مش الباشمهندس منطقي، هشام نصر اتكلم كل القنوات مش منطقي. والصحف والمواقع، وكان يعني لو حد ما يعرفش كان بيكلمه يقول له انا اتبرعت للزمالك وحليت مشكله مرتبات اللعيبه. في المقابل ياسين منصور كان مع شوبير حصل. واتسال على التبرعات والمساهمات، قال له انا ما اسمح لي ما جاوبش على السؤال ده. وده ياسين منصور. محمد الضماطي كان مع ابراهيم فايق كلام بيقول له سليم. اخبار التبرعات والمساهمات، قال له حتى لو ده موجود انا ما ينفعش ما اتكلم في حاجه ينفعش زي كده. نتكلم عنه. انتهى الموضوع. انما ما ينفعش ابقى انا عضو مجلس اداره واطلع اقول انا اتبرعت ب 20 مليون جنيه، واطلع اقول صح. ان جاي لنا تبرعات ب 221 مليون جنيه. الاهلي طول عمره كان فيه ميزه، ده من زمن الزمن، ليه محبينه في كل حته في العالم. كان في شخصيات مؤثره جدا وشخصيات معاها قدره ماديه واللي الاهلي عايزه بحب، وكان ولا حد يعرف ايه اللي اندفع ايه اللي اندفع. بالظبط، وده الصح. فانت ما تبقاش، يا ريتنا احنا بنتكلم مثلا على ناس صغيره، يعني انا قلت لك اسامي لا احنا احترامنا بنتكلم ليهم، في ناس يعني كلهم قامات عاليه، الباشمهندس وأعضاء- هشام نصر والدكتور حسام مندوب. يعني انت بتتكلم في ناس ناس قويه الصراحه كبيره ولا مركزها لا الاجتماعي مركزها طبعا، المضمون. زائد ان مركزهم داخل النادي. كلام سليم. فانت كلام سليم. انت خليك انت بتتكلم بتخاطب الاجيال الصغيره. لما يطلع الجيل الصغير يقول لك ده احنا عايشين ده في تبرعات. هو في تبرعات هنا وهنا، كلام للكل ان في تبرعات هنا وهنا. كلام مظبوط. بس انا كراجل في النادي الاهلي انا ما بقولش، وما ينفعش اقول حاجه زي كده. صح. لمجرد ان انا بقول، فانا بخلي الطفل اللي بيشجعنا وبيتابعنا هياخد الموضوع بوجهه نظر او لا بمنطق وكمان ان احنا عايشين على التبرعات. انا اسف في اللفظ يعني. لا صح، كلام مظبوط. وكلامك ده كمان حاجه عايز اضيفها، موضوع ارض الزمالك تخبط اداري رهيب. الاهلي قوته ان كل مجلس بيسلم التاني حتى لو الافراد مختلفين. يعني كابتن حسن حمدي كان اتعاقد على ارض، كابتن محمود طاهر عمل الفرع،
كابتن محمود طاهر مع انه كان فكر تاني وقايمه تانية، كان بيزنس مان الراجل ده. بيزنس مان بيزنس مان. وفكره تاني، وكان طريقته مش عاجبه جيل من يعني او ناس منتميه للاهلي من طريقه تفكير تانية. لكن بالرغم من كده سلم المجلس للكابتن الخطيب وسلم ارض، والارض اتبنت في عهد الكابتن الخطيب. يجيبوا رؤساء الاهلي كابتن محمود الخطيب، باشمهندس محمود طاهر، كل الصور محطوطه من ايام سعد زغلول وعمر لطفي والناس دي. دلوقتي ده من سر قوه الاهلي ان كلهم محطوطين، وحد عمل حاجه التاني بيكملها. الزمالك مثلا حد اتعاقد مع الارض، هو موجود هتتبنى الارض، هو طلع من النادي الارض مشكلة. اللي مش هتتبنى بقت مشكله، وهيتقدم فيها بلاغات وهيتقدم وكده. تنهم يعني فضلوا على الموضوع ده من 2003 لحد 2025. الدوله كانت مديها الارض للزمالك لان ده نادي كبير وليه اعضاء كتير. لما يبني الارض المنطقه هتتعمر، فهيتم احياء المنطقه. صحيح. لحد دلوقتي حد يصدق 2025 ولسه ما اتبناش فيها حاجه، والزمالك كمان يروح عشان يحل المشاكل الماديه اللي هي موجوده بسبب غلطات ما حد ظلمه فيها، يتعاقد مع هيئات استثماريه ويبيعها بالسعر السياحي والحاجات ديت، وتيجي في الاخر تعمل له مشكله يوم ويقول لك ده الزمالك مظلوم. هو انا عايز اقول لك بس حتى في موضوع ارض الزمالك ده، هي كانت مشكلتهم ان هم واخدين الارض دي زي ما بيقولوا على دفعات او اقساط. مظبوط. لمين؟ للاوقاف. حصل جاب في اقساط ما اتدفعتش، طبعا دي مشكله ولازم صاحب المشكله ده يتحاسب. يعني ايه الاقساط ما اتدفعتش؟ صح. لكن هقول خبر صار يمكن الناس اللي ما تعرفش، يعني ان اداره الزمالك دفعت تقريبا 17 مليون لوزاره الاوقاف، واتكتبت الارض باسم نادي الزمالك. هو في كلام كان طالع كمان من وزير الرياضه، قال حتى لو الارض في المكان ده ما رجعتش للزمالك ممكن يتم تعويضه بارض في مكان تاني. لا، هي نفس الارض. تم خلاص الكلام ده مؤخرا يعني، فربنا يسهل وهم يشدوا حيلهم ونبدا نبني. انا ببقى سعيد جدا ان يبقى في منافسه. خد بالك بقى، دي حاجه بقى من جوايا انا. كلام مظبوط. انا كراجل اهلاوي شجع نادي كبير وعايز يبقى قدامي نادي كبير، انا بكون سعيد بده. صح. ده بيدي منافسه صحيه بالظبط. ما تخلينيش انا بلعب لوحدي، ما تخلينيش انا بلعبك على ذكريات الماضي. لا، احنا بنلعب دلوقتي. انا راجل نادي كبير وانت نادي كبير. انا راجل بفكر دلوقتي اعمل نادي، بفكر اعمل استاد، وبفكر كان الخطيب بيقول ان انا هعمل استاد في كل محافظه، هيبدا في المنصوره واسوان او اسيوط، انا اسف، زائد الاستاد الكبير. وانت عندك استاد، انا عايز يبقى عندك انت استاد وانا استاد، انت عندك جماهيرك وانا عندي جماهيري، انت ليك قوه وانا ليا قوه، انت ليك تاريخك طبعا، احترام ان الزمالك ليه تاريخه طبعا، لكن اعمل تاريخ جديد. هو ماتش الاهلي والزمالك الصراحه، في ناس كتير ممكن ما تكونش عارفه المعلومه ديت، الماتش ده مصنف تاريخيا اقوى رابع ديربي في تاريخ كره القدم. مظبوط. ببطولات الفرقتين القاريه، من اكتر الفرق القاريه اللي الفرق في العالم معاها بطولات قاريه، لجماهيريه الفرق جوه القاهره. ما شاء الله عدد سكان مالوه اول من اخر، تبارك الله، يعني قوتهم رهيبه. الماتش بيتابعوا كل دول افريقيا، كل دول الوطن العربي. الماتش الوحيد اللي اتقال عليه في نهايه بطوله افريقيا، مع ان الفريقين ما كانوش في التوب ليفل بتاعهم تاريخيا، واتقال عليه نهائي القرن لانه ما بين الاهلي والزمالك. ولو ما كانش فيه كورونا كان النهائي ده كان هيتذاع في كل القنوات العالميه. كنت تتفرج على الاستاد كان هيبقى عامل ازاي. ده كلام سليم. هو كلامك عجبني الصراحه، حته المنافسه الصحيه. وكنت بس عايز اقول حاجه انا شايفها وعايز اتكلم معاك فيها بالنسبه لجمهور الاهلي والزمالك. جمهور الاهلي بيدور على المنافسه الصحيه، جمهور الاهلي بيهتم بالاهلي بس. جمهور الزمالك انا ليا راي مختلف فيه. انا شايف ان جمهور الزمالك بيحب، يعني في ناس منهم بتحب الزمالك ده اكيد، لكن كتير منهم جدا عنده كره للاهلي اهم من حبه للزمالك، او هو بيشجع الزمالك لانه بيكره الاهلي. دي حقيقه. ويعني لو سالت حد زملكاوي، لو جبت حد زملكاوي مكاني هنا هيقول لك لا، بس لو قعد بينه وبين نفسه ده الكلام الحقيقي، ده اللي جواه، ده اللي جواه. الاهلي بيلاعب فريق اكس، انت بره الموضوع خالص. ايه اللي مضايقك؟ يعني ليه عايز الاهلي؟ ليه رغم ان انت بره البطوله وبره؟ صح، كلامك مظبوط. هي الحته دي انا شفت ظواهر، دي مشكله. انا شفت ظواهر الصراحه ما فيش جمهور نادي تاني في العالم بيعملها زي جمهور الزمالك. الاهلي مثلا لما بيجي يلاعب فريق مثلا من الفرق العربيه اللي هم بيعرفوا يقروا عربي، يدخل جمهور الزمالك في حملات منظمه على صفحات الانديه ديت، يسخنها على جمهور الاهلي بطريقه رهيبه.
اعلاميين الزمالك والله شفت مذيع كان شغال في قناه الزمالك لما كان الترجي، لو تفتكر الاهلي لما كسب الترجي 1-0 بجون محمد شريف ايام موسيماني ورجع كان بيلعبه، مذيع كان بيكلم صحفي تونسي وبيتكلم معاه ان هو عايز يتكلم معاه باللغه العربيه، وبيقول له ان الاهلي فريق فاضي ونفس الكلام اللي هم بيقولوه، مع ان الاهلي كسب البطوله باحقيه سنتها، وان اكسبوا وعندكم فرصه تعملوا الاهلي والكلام ده وتكسبوا الاهلي وطلعوا من البطوله. عمري ما شفت اهلاوي عامل الكلام ده خالص. يجي مثلا. انا عايز اقول لك انه بالعكس يا محمد، انا الزمالك لما كان بيلعب في بطوله يمكن الحته اللي جوايا ان انت فريق مصري في الاول وفي الاخر، مع احترامنا كل اخواتنا. انت باصص ان بيتقال الفريق المصري الفلاني اهلي او زمالك او اسماعيلي بيلعب ضد الفريق. انا عايز الزمالك يكسب الهلال، انا بقول لك اهو في البودكاست، لو الزمالك بيلعب الهلال انا هشجع الزمالك يكسب الهلال، طالما مش ند ليا ومش ضدي والموضوع مش هيأثر عليا اكسبوا. لا ما هشجع مين؟ انت نادي مصري في الاول وفي الاخر. لا هم ما عندهمش الحته دي. هم ما عندهمش الحته دي. هو انا هقول لك بقى هو بيفكر ازاي. المشجع الزمالكاوي بيفكر ان نجاح الاهلي ملوش ذنب في اللي بيحصل للزمالك، ان نجاح الاهلي مبني على فشل الزمالك، وان الزمالك بيتظلم. يعني مثلا الجمله اللي هي موجوده ما بين جمهور الزمالك ان هو يقول لك ايه، الزمالك معهوش فلوس، الزمالك عليه مظلوميه، الزمالك. نيجي نمسك الموضوع ببساطه، الزمالك بيتعاقد مع لعيب، المفروض اللي انت لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ده الفرق تاريخيا ما بين، وهنرجع برضه ده فرق في الاداره. الاهلي مثلا هيتعاقد مع تامر، هيقول له والله يا تامر انا هديك 3 مليون جنيه في الموسم. ممكن تامر يبقى مثلا الزمالك عايز ياخد تامر، يقوم قايل له ما تروحش الاهلي وانا هديك 6 مليون جنيه في الموسم. حلو. الاهلي عنده في النظام السيستم بتاعه ان هو عنده 3 مليون جنيه وهيسلمهم في دفعه في ميعادهم السليم والمواعيد بتاعتهم لتامر. الزمالك بيقول له 6 مليون جنيه وهو مثلا معاه 20,000 جنيه، وبعد كده نبقى نشوف هنعمل ايه. يجي تامر مثلا محتاج الدفعه، راح الزمالك بكلامهم ومحتاج الدفعه. طب استنى شويه، طب اقعد شويه، ما ده اللي خلى زيزو يمشي، طب اقعد شويه. يجي في الاخر تامر ما هو وراه التزامات، يقوم سايب او اكس من اللعيبه، يقوم سايب الزمالك عايز فلوسه، يقوم رايح رافع شكوى على الزمالك، يقوم واخد. ما هو كده اللعيب هياخد مستحقاته في الاخر. واحنا بنصور البودكاست دلوقتي النهارده محمد اشرف رؤى لو تفتكر كان بيلعب في الزمالك، جمهور الزمالك طبعا كان بيشتمه كل ماتش وكان بيعمل معاه، هو الراجل يعني ما كانش بيأدي احسن ما عنده مع الزمالك تمام، بس هو ليه مستحقاته، ليه 5 مليون جنيه عند الزمالك في عز الازمه الماليه اللي عند الزمالك، وان في 15,000 جنيه في الخزنه. اتحكم النهارده بتاريخ 2/11 لمحمد اشرف رؤى ب5 مليون جنيه وان هو ياخدهم من الزمالك، حكم محكمه من اتحاد الكوره والمحكمه الرياضيه. هياخد خلاص، ما هو خلاص بقى بتوع هياخدوا. رغم ان الزمالك للاسف هو اللي حط نفسه في الدايليما دي. الزمالك كان ممكن يبعد خالص عن المشاكل ديت بحسن الاختيار، جيب مدير فني كويس، عندي مجلس اداره كويس تمام، ويكون مجلس الاداره ده، وقلتها لناس كتير من زمايلنا، مجلس اداره النادي الزمالك يكون زملكاوي على حق، جيبش اي حد، يكون زملكاوي على حق بيحب النادي. صدقني مش هجيب لعيب وبقي له فلوس ويطلع يرفع عليا قضيه وبعدين اتدين عشان اديله فلوس، ولا هعمل حاجات تخسر النادي. انا معايا 100 جنيه هجيب بال 100 جنيه، صح، معايا مليون جنيه هجيب بالمليون جنيه باللي معاك، وابدا. شوف يا محمد، حتى لو هبدا من الصفر، حتى لو هطلع من الناشئين من تحت، انا عندي مدرسه، وانت نادي كبير وعندك ناشئين كتير، عندك مدرسه كوره، ناس كتير بتتقدم في الاختبارات كل سنه، ما تطلع من الناس اللي تحت. مش لازم انا الاهلي اشترى مهاجم افريقي انا لازم اعمل زيه، لا طبعا مش لازم، ولا انا لازم اعمل زي الانديه الكبيره. كلام مظبوط. انا كاهلي انا بقول لك اهو اكبر نادي واكبر نادي في افريقيا، بس انا بقارنش نفسي بليفربول وارسنال، مش ما ينفعش ريال مدريد. صح كل واحد يبقى عارف هو واقف فين ويبص على ايه. ما ينفعش ليفربول يجيب ايزاك وانا عايز اجيب مهاجم زيه بفلوس زيه، اروح اجيب مين انا بقى بيجي لي فلوس زيه، اروح اشتري هالاند، ما ينفعش. صح. ما ينفعش. نادي كبير وكل حاجه، صح. بس ابقى عارف انا في فين، الليميت بتاعك، وابص فين. صح. الزمالك لو حب يبقى واقف على رجله تاني، اعتمد على الشباب الصغير اللي موجود تحت وابني. ايه المشكله لما تبني سنه واثنين وثلاثه؟ ايه المشكله في كده؟ هرد انا عليك في الحته دي، وانا شايف الصراحه ان هي مشكله ما بين الزمالك وما بين جمهور. الزمالك نادي بطولات، بس حتى لو انت نادي بطولات لازم تاخد فتره تعيد فيها ترتيب البيت. جمهور الزمالك ما بيصبرش، وحاجه موجوده تاريخيا في مجلس اداره الزمالك، خوفه من الجمهور خوف رهيب. يعني مثلا موضوع زيزو، القرار الامثل قرار ناس بتتكلم بيزنس صح وعايزه توفر موارد للنادي.
انا اللعيب ده جالي فيه عرض لا ما يترفضش 5 مليون دولار. بكل بساطه لو الزمالك كان باع زيزو وما خافش من الجمهور بتاعه وواجههم بالمشكله الماليه الحقيقيه اللي موجوده، كان باعه بمبلغ محترم، فلوس جت حلت مشاكل النادي. حلت ازمه كبيره. هو سكت، وعشان جمهور الزمالك ما يتكلمش ويعمل مشاكل مع الاداره، الزمالك ما كسبش بطولات، وفي الاخر الزمالك على طبق من فضه قدم زيزو للاهلي. يعني هم عملوا الكلام ده كله عشان زيزو، خافوا ان زيزو يروح نادي خليجي وبعد كده يروح الاهلي، بدل ما الاهلي مثلا كان زيزو راح ب5 مليون دولار، فبعد كده اتباع من الدوري السعودي للاهلي ب10 مليون دولار، راح ببلاش للاهلي. انا شايف حاجه برضو، الاشخاص اللي بتيجي، انت اتكلمت في حاجه جميله قوي، ان الاشخاص اللي بتيجي بالنسبه لنادي الزمالك عنده حته مصلحه شخصيه أكيد. وتفكيره أكيد. في كذا حاجه. ناس قليله جدا في الزمالك قلبها على النادي. انا موقف هحكيه ببساطه، كان فاكر انت الماتش بتاع 5-3 اللي خلص لما كان موسيماني بيدرب الاهلي وخلص 5-3 للاهلي؟ كانوا، انا جبت قناه الزمالك بعدها، احنا كنا كاهلاويه زعلانين ان الماتش بس خلص 5-3. هم كانوا عاملين فرح طارق يحيى وكذا واحد، وكانوا بيتكلموا ان الزمالك راجع الشوط الثاني، وبيقولوا كلام غريب، كلام غريب، ان هو ايه لو كان الماتش مثلا ايه مدته 200 دقيقه احنا كنا رجعنا، واحنا خسرنا 1-0 الشوط الاول، حاجه كده يعني، وحاجه كده، واللي احنا مثلا لو كنا الماتش مدته مثلا اسبوع كان ممكن نكسب وكده. الوحيد اللي كان معترض على الكلام ده كابتن حماد عبد اللطيف، الراجل عينه كانت مرغرغه بالدموع، فعلا زملكاوي الحاوي بتاعهم، وكان بيتكلم بيقول يا جماعه احنا المفروض النهارده نكونوا في قمه الزعل ان الماتش كده. كابتن طارق يحيى قال له ازاي ده احنا، قال له ازاي يا كابتن، قال له احنا وصلنا للدقيقه 60 النتيجه 5-1 للاهلي، وقال له اللي رحمنا من السكور التاريخي اللي كان مش هيجي زيه تاني ان موسيماني عمل تغييرات بوظت الاهلي، وهو اللي هدى الاهلي، وهو اللي هدى الاهلي وكده. فقعدوا يناقشوا معاه. وجود، كنت بكلم واحد صاحبي لما كان الكابتن حسين لبيب مسك اداره النادي، بيقول لي ده هيعمل، قلت له والله انا مش حاسس منه بحاجه، قلت له انا خاف فعلا ان الزمالك حته ان هو مثلا لو هنعتبره منافس للاهلي، لو مسكوا ناس في يوم من الايام زي كابتن حماد عبد اللطيف، وفعلا شكوك اتحققت من اسبوع طلع اتكلم في حق الاهلي كويس، قال هو انجح نادي عربيا افريقيا، انجح نادي تاريخيا في مصر وفي الشرق الاوسط، فقال ليه ما نتعلمش منه، وده مش عيب. مش عيب طبعا. مش عايز اقول لك اللي حصل، راجل كبير في السن والمقام، هجوم كتير من جمهور الزمالك يا متزملك، طب ما رحتش الاهلي ليه وانت صغير؟ الراجل طلع بالدموع تاني بيقول لهم يا جماعه انا مش قصدي حاجه، وبدا الاعلام يستضيفه لانه نجم كبير، هم جمهور الزمالك كله اكمنه بيقول للاهلي الاعلام نستضيفه، والاشخاص ديت للاسف قليله في الزمالك، والاشخاص دي للاسف جمهور الزمالك ما يحبهاش. بس انا عندي جمله بس عايز اعقب بيها على كلامك، انا مش عايز اجمع كلمه جمهور الزمالك، هو جمهور الزمالك في اخواتنا وحبايبنا، انا مش قصدي ازعل حد، انا بتكلم على الكونسيبت بتاعهم. لا وفيهم ناس محترمه جدا، مظبوط، كلهم محترمين. المشكله جايه منين؟ انا كنت دايما بسميهم ان هم اطفال السوشيال ميديا واصحاب الصفحات. لما يبقى عيل صغير وبقى عنده صفحه فيها ملايين، بدأ يحس ان رأيه ده رأي قوي. طب احنا مشكلتنا كزمالك ايه بقى؟ ان احنا بنسمع العيال دي. كلام مظبوط. انا اسف طبعا انا بقول العيال ديت، لكن هم فعلا اكبر واحد فيهم عنده 19 سنة. كلام مظبوط. تمام. كلام مظبوط. فهم بالنسبة لنا لسه اطفال صغيرين. انت واخد قوتك منين؟ الصفحة يعني واخد قوتها منين؟ من عدد الناس اللي فيها. الجمهور، صح. ودي مشكلة. طب انت حد بيرد عليهم؟ لا، ما حدش بيرد عليهم. طب ادارة النادي او بشكل عام اللي موجودين في الزمالك للاسف بقوا بيخافوا من الصفحات دي. صح. صفحات معروفة باسمها بقوا بيخافوا منهم. اخاف منهم ازاي؟ انا لما اجي ابيع عايز اشتري، ما اخافش من رد فعل الصفحات. صح، كلام مظبوط. كلام خافش بقى يعني اعمل مثلا، مش هقول لك والله اعمل زي الاهلي، لكن هي كانت ميزة في الاهلي، لا انا ما بخافش من حد ولا صفحات ولا اعلام ولا من ايام الجرايد والمجلات. انت قصدك ان الفرق ما بين اداره الاهلي واداره الزمالك ان اداره الاهلي بتشوف اللي مناسب للنادي، وطبعا عايزه تحقق امال الجمهور، بس الاهلي بياخد قراره من غير ما يلتفت لاي حاجه. هديك سؤال بسيط، انزل الشارع دلوقتي يا محمد وخد معاك ورقه واسال اي حد في الشارع وقول لي النتيجه، تتمنى عوده علي معلول؟ اي حد اهلاوي كل الناس هيقول لك بتحب معلول، وعلي معلول بقى اسطوره من اساطير اكتر مدافع مسجل. ولو جيت بصيت لها من ساعه ما ساب الاهلي ما جابش لعيب مكانه وسجل مكانه. صح كده، كلام مظبوط. يبقى اذا كان وجود علي معلول في الوقت ده مهم، بس اداره النادي شافت ان علي معلول
مش هيقدر هي يديك. وجهة نظر إدارية ممتازة، لأنه بياخد مرتب هل كبير هو ولعلمك كتير. في صفحات كتير اتكلموا واحنا عايزين نعلوله، واحنا طب يقعد بس على الدكه، طيب صح طيب صح، طيب. كانوا بيقولوا كده فعلا. الاهلي ما فكرش في ده. انا عندي هنا لازم ابيعه، تمام، واستفيد وأنا موافقهم الصراحة في الموضوع ده مع واوفر، حب المعلومة. واوفر اذا كان مش هقول لك فلوس، بس مكان المكان للاعب، الأجنبي لاعب ده حقيقي، اجنبي، ده حقيقي، تمام. ده حقيقي. فانا فكرت في مصلحه النادي مش في مصلحتي، ولا سمعت الكلام الناس اللي بتقول سيبوه سيبوه. علي معلول، هو علي معلول دلوقتي بكره الصبح ممكن يفتح باب النادي الاهلي ويدخل، محدش يقول له لا. صح صح تمام. صح. لكن كتفكير اداري وبزنس وايز علي معلول يمشي. احنا ما اتكلمناش ومحدش قدر يتكلم. صح. ده بقى اداره النادي، انا همشيه يبقى همشيه. ابو تريكه في عز مكان ابو تريكه لما قال لك انا مش لاعب ماتش بعد الأحداث، بعد احداث بورسعيد، عملت ايه اداره النادي؟ وقعت عليه غرامه، غرامة كبيرة جدا. يقال انها اكبر غرامه توقع للاعب مصر. كانت لحد في تاريخها. صح صحيح. صح، كلام صحيح. والناس بقى، الناس ساعتها طلعوا ازاي وبتاع وحبيب ملايين وعم كل ما احترامنا طبعا كل الكلام ده، بس اداره النادي لا، انت اخليت بلوائح النادي منظومة الأهلي. صح. مهما كنت انت، صح. انت ابو تريكه، لا انت مش هقول لك لعيب بقى أنا هقول لك، انت ابو تريكه لا أنا هقول لك تتعاقب. حسام وإبراهيم حسن لما وصل بيهم الأمر، وعايزين نبقى نتكلم عنها بعد كده إن شاء الله، إن وجودهم بقى ضد نظام الأهلي بالرغم من اللي قدموه، الأهلي ما فكرش ثانية. ده الفرق ما بين الأهلي والفرق ما بين الزمالك. بالظبط. انا بقى بقول لك هو ده مشكله اداريه شويه، يمكن الزمالك يهتم بيها الفتره اللي جايه، بس صدقا والله هم محتاجين ناس زملكاويه هو وجهة بس. نظر سليم، ويكونوا زملكاويه هم فاهمين يعني ايه زملكاويه، ان عندهم الزمالك فوق مصلحتهم انما ما الشخصية. بقاش انا جاي لي لعيب عايز يطلع يحترف بره، اجيبه وقف جنبي واصوره وخلي الاعلام يصوره، اقول له احنا قلنا لك تقعد، انت قلت لي اقعد، طب انت لا انا عايز امشي. انت قصدك كده على امام عاشور؟ بالظبط. انا ليه بشهد الناس؟ انا كراجل رئيس نادي، انا جايب الناس وجايبه بشهد الناس ان هو عايز يمشي. كانت غريبة الصراحة. انت فهمتها ازاي؟ انا عن نفسي فهمتها ان انا خايف من الصفحات وخايف من السوشيال انا ميديا. بصيت لها كده ان هو ما حدش عايز يتكلم في كلمة ان انت ليه بعته. ايوه بالظبط. بجيبه وهو قاعد يقول انا زملكاوي من صغري رغم ان انا على راس القايمه، انا على راس النادي، انا ماشيه مظبوط واجيب غيره. في عرض مادي كويس جدا للزمالك، هو انت ساعدهم على حل مشاكل كتير. نرجع تاني لمثال علي معلول. هو علي معلول لما مشي حد قال لك ان هو ماشي؟ حد اتكلم في لا ما لا، هو اللي عقد قالوا مش هنجدده وخلاص، وخد بعضه ومشي. صح. ما حدش شاف علي معلول طالع في التلفزيون. صح صح. انما انا اتطبع علي معلول، اتطبع بنظام بالظبط الاهلي بالظبط، وراجل محترم جدا. فانت انت ما تخافش، او هم للاسف الفرق يعني هم بيخافوا من السوشيال هو ميديا. كلامك يعني انا عايز اضيف فيه نقطه اخيره اللي حصل في موضوع زيزو. هو بص ان الجماهير هتلومه جامد بالظبط، وهيدخل في مشاكل مع الجماهير، وازاي بعت زيزو، وازاي بعيدا عن قصه انتقاله للاهلي وده نجم الفريق، بس انت دلوقتي في هدف اسمى وهدف اكبر ما حدش بص عليه وسابوا زيزو عشان حته اللقطه ان زيزو في عهدنا ما بعناهوش. في الاخر خلت النادي يوصل بيه الامر ان اللعيبه تتكلم من شهر لما الباشمهندس هشام نصر، ما هو دافع الفلوس عشان كده، قال له يوم الخميس بعد ماتش الاهلي والزمالك اللي الاهلي كسب 2-1 بتاع حسين الشحات، قال له يوم الخميس لو ما كانتش الفلوس موجوده احنا هنروح نعمل شكوى جماعيه في الزمالك في اتحاد الكوره. صحيح صحيح. يا ما كناش هنشوف الكلام ده خالص. فهو يعني احنا اتكلمنا في الفرق في العقليه والاداره، هم طبعا ليهم كامل احترام جميعا، وانا قلت لك في الاول انا معظم اصحابي اصلا زملكاويه يعني حبايبي واخواتي وبتاع، لكن احنا بنتكلم على فئه اعلى شويه، فئه الادارات ومجالس اداره مجالس النادي. ازاي افكر الاداره فن الصراحه، ازاي افكر في النادي. والله وهي نصيحه تاني بكررها وبعيدها، ان نادي الزمالك عايز زملكاويه بس، تمام. مش عايزين بيزنس مان كلام يمسك مظبوط، الزمالك. كلام مظبوط. نتمنى كده ان شاء الله كده ان البودكاست يعني يعجبكم باذن الله، باذن الله من غير مقاطعه ناويين نستمر معاكم. يهمنا ان كل اللي يشوف البودكاست ده يشيره لاصحابه ويشترك في القناه ان شاء الله، ويشترك عشان باذن الله ناويين ان احنا نعمل حاجه تعجب الناس كلها وتعجب جماهير كل الفرق. وانا بشكرك يا محمد على استضافتي، وبشكركم جميعا. ده هو مش استضافه بس يا تامر، ده يعني انت راجل حبيبي من زمان، ربنا يبارك لك، وانت يعني وحشني والله، وانا وانت والله يا محمد احنا مع بعض باذن الله، انا وانت احنا مع بعض، احنا الاثنين ايدينا في ايد بعض ان كده شاء الله، ونعمل حاجه تانية وخلاص. والناس تكتب لنا عايزين نتكلم في ايه،
نسمع بإذن الله برضو من اراء البودكاست الناس. الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا يا محمد، حبيبي حبيبي يا شكرا. تامر.